الدرس الأخير لإيهاب فاروق حسني، الحائزة على جائزة كتارا للرواية العربية لعام 2019 ميلادية، فئة روايات الفتيان. الدرس الأخير. الفرخ. يحوم الباز الأب في الهواء باحثا عن فريسة طازجة، يشبه في طيرانه طائرة مقاتلة ذات قدرات عالية على المناورة، لكنه يتفوق عليها في المهارة. فعلى الرغم من مداعبة أشعة شمس شهر يوليو لعينيه الواسعتين، فإنه يستقبل الشمس بظهره، وهو يرسل شعاع بصره الحاد جهة الغابة التي تبعد عنه مئات الأمتار. فما من طير يمكنه أن ينافس صقر الباز في سرعته وبراعته في اصطياد الفريسة، ذلك أن كلا جناحيه مدببان، فهو مهيئ للطيران القوي، ونسبة 12 إلى 20% من وزن جسمه عضلات تساعده على الطيران، وهو ما يؤهله لأن يتوج ملكا على كل أنواع الصقور، كما أنه يعد أذكى أنواع الطيور على الإطلاق وأكثرها حساسية وعزة نفس. يمكنه الآن أن يرى كل ما يتحرك داخل الغابة أو يتخلل الأشجار بقوة بصرية حادة، يرجع سببها إلى كثرة المستقبلات الضوئية في عينيه، فبصره أقوى من بصر الإنسان العادي بأضعاف المرات، والتي يبلغ عدد مستقبلاته الضوئية نحو 1,000,000 مستقبل ضوئي في المليمتر المكعب، مقابل 200,000 عند الإنسان. ما زال يبحث عن فريسة لذيذة يسد بها جوعه ويملأ بها بطون أنثاه وصغيريه. يقترب من الغابة أكثر فأكثر، يستطيع أخيرا أن يلمح أرنبا شاردا أثناء مروره بين الأشجار. الآن ستبدأ المناورة. ينطلق بأقصى سرعة مع اتجاه الريح، يتحول جسمه الرشيق إلى طلقة في الهواء، سرعته تصل الآن إلى 250 كيلومترا في الساعة. ينقض بكل قوته كالصاعقة على الأرنب، يفاجئه، يضربه بساقيه المندفعتين للأمام ضربة قاضية. الضربة عنيفة جدا، تفقد الأرنب توازنه، لكن الأرنب الرشيق ليس صيدا سهلا، فهو يمتلك قدرة فائقة على الفرار والمراوغة. يستدير الأرنب بمهارة بالغة، يهرب من الباز الأب إلى ساتر عشبي قريب، فيناوره الباز ليبعده عن الساتر، فلا يستطيع أن يستدير بقدرة الأرنب نفسها على الاستدارة والفرار، لكنه يلاحقه بسرعة أكبر. يستخدم الأرنب سماعه الحاد ومجال رؤيته الواسع ليظل على وعي بمسار الباز الذي يطارده. يحاول الباز أن يبقى بعيدا عن دائرة الرؤية عند الأرنب، ثم ينقض عليه مرة أخرى، ولكن بصورة أنكى وأشد. يفلت الأرنب من ضربة أخرى بالمهارة ذاتها، ويهرع إلى داخل الأشجار الكثيفة، بينما يصر الباز على ملاحقته بالقوة ذاتها. يستجمع الباز الأب كل طاقته ويكثف قوته على حركة الهبوط، يثني طرفي جناحيه لأسفل، يدفع بقدميه للأمام فتصبح كرفاسات في الهواء، ثم يهبط بسرعة الريح. يلمحه الأرنب فيرتجف، يحاول الإفلات مرة ثانية، لكن الباز يرصده بدقة متناهية، ويتحفز له أيما تحفز أثناء اقترابه منه، حتى يصير ملامسا له، فيضربه ضربة واحدة برفاسيه، فيلقيه على ظهره عاجزا، ويطبق بقبضة مخالبه على فروة الأرنب، ثم يقبض عنقه بمنقاره ويحمله في الهواء. في عالم الصقور تضع أنثى الباز ما قد يصل إلى 4 بيضات داخل وكرها الذي يكون عادة مكان حضانة لها. يتردد الباز الأب على أنثاه ما بين حين وآخر،
ويمكث معها في الوكر لبعض الوقت حتى يحل أوان فقس بيضتيها بعد شهر. يخرج من البيضتين فرخان بلونين مختلفين. الفرخان ضعيفان ولا يقويان على الحركة، بينما يأخذ الباز الأب الطعام إلى الأنثى التي تنتظره مع فرخيها الجائعين. الأرنب وجبة غذائية جيدة تكفي أسرة من الصقور نحو يوم أو يومين. قد يخزن صقر الباز فريسته في مكان ما ليعود إليها لمزيد من الوجبات ما دامت طازجة. يهبط الباز الأب حاملا فريسته التي سعى من أجل اقتناصها إلى وكره الطبيعي عند جوف الشجرة في الغابة الواسعة، حيث تستكين الأنثى بالقرب من وكر فرخيها المفقوسين توا من بيضتيهما. لا يزال الفرخان ضعيفين غير قادرين على الرؤية بعد، لا يقويان على عمل شيء غير الصياح المستمر طلبا لطعام يسد الجوع الذي يكاد يفتك بهما. يقف الباز الأب بالقرب من الوكر يمزق بمنقاره الحاد جسم فريسته معتمدا على عضلات ظهره القوية. جهاز الباز الهضمي مهيأ للتعامل مع كل أجزاء الفريسة دون تفرقة، القابلة منها للهضم وغير القابلة. وأما الأجزاء غير القابلة للهضم كالفراء والريش والعظام فإنها تخرج لاحقا من مؤخرته في صورة كرة صغيرة. بعد الانتهاء من تناول الطعام يأتي الباز الأب إلى الوكر ليتولى حضانة الفرخين حتى يمكن الأنثى من أن تتناول غذاءها مثله تماما، وليحل هو محلها في مباشرة احتياجات صغيريهما. بعد الانتهاء من تناول الغذاء تعود الأم إلى الوكر حاملة بمنقارها بعضا من قطع اللحم لكي تطعم الصغيرين اللذين يصدران صوتا رقيقا أثناء اقترابها منهما بهدف إثارة استجابة منقاريهما الفارغين. تقف الأنثى الأم في مواجهتهما، يهرع إليها الصغيران لاستجدائها وإثارة شفقتها عليهما. تصدر عنهما سقسقة مستمرة بصورة غريزية وتلقائية. تطعم الأنثى الأم الفرخ الذي يستجديها أكثر من اللحم قطعة فقطعة، وأما الفرخ الذي لا يستجديها فلا يتمكن من الحصول على معاملة مماثلة، ولكن قد يموت من شدة الجوع والهزال. يعتمد الصغيران على أبويهما في كل شيء لمدة 3 أسابيع متتالية. كان الباز الأكبر خلالها يصطاد كل يوم مقدارا من الفرائس يزيد ضعفين أو 3 أضعاف على الأيام السابقة حتى يكفي حاجة أنثاه والصغيرين من الطعام. لم يكن أي من الصغيرين يشبه الآخر، فهما يختلفان في كل شيء. أحدهما يشبه أباه كثيرا، أبيض اللون مثله، ذو عينين واسعتين ثاقبتين، يستهلك من الغذاء مثل البالغ، تبدو على جسمه قوة وصحة، وقد نبت له زغب أكثر سمكا وأكثر كثافة مما كان له في البداية، على الرغم من كونه لا يزال صغيرا إذا ما قورن بالصقر البالغ. فقد نما بسرعة غير معتادة حتى صار في حجم الباز الأب نفسه تقريبا. والريش النابت على جسمه أبيض منقوش، كثير الحركة والقفز باستمرار، محاولا الطيران كسائر صغار جنسه، حتى إنه قد حاول في أحد الأيام التهام فريسة بأكملها فلم يقدر عليها، واحتبست في حلقه حتى أشرف على الموت اختناقا، فأسرعت الأم إليه وسرعان ما أخرجت الغذاء من حلقه. يمكن الآن تركه لفترات أطول دون حضانة. هكذا يقول الباز الأب وهو يتأمل فرخه الأبيض بإعجاب شديد، بينما ينظر إلى فرخه الرمادي بنظرات مستغربة، فهو لا يشبهه في شيء. تجيب الأنثى: نعم صدقت، فقد أوشك على الطيران بمفرده، وقريبا جدا يمكنه الاعتماد على نفسه في كل شيء. ثم تنحدر من عينيها دمعتا حزن على فرخها الرمادي الذي أصابه الإعياء الشديد، وها هو ذا يترنح من شدة الهزال وقلة الحيلة، وهو بالكاد يتحرك لكي يأكل بصعوبة، حتى لاحظ الأب عليه أنه يتخبط في الوكر كلما حاول الحركة، فأدرك أنه لا يملك القدرة على الإبصار. يقول الباز الأب للأنثى ذات يوم: نحن طيور أقوياء، لا مكان للضعفاء بيننا، وأنا الباز الأكبر هنا قائد ذلك السرب،
فلا يجوز أن يخرج من سلالتي مثل هذا الفرخ الهزيل العاجز الذي يتملكه الإعياء الشديد. تقول الأنثى متوسلة على الرغم من قناعتها بكلماته: لكنه صغيرك أيضا، له مثل ما لأخيه الباز الأبيض، ولا يمكن تركه حتى يموت جوعا. أتوسل إليك ألا تتخلى عنه، وأن تعطيه الرعاية الكافية حتى يكبر. يجيبها بقسوة: لكنه مصاب بداء العشاء، لا يمكنه الرؤية صباحا أو مساء. هذا الصغير لا يمكنه مساعدة نفسه، ولا يستطيع العيش بين طيور الباز، لا بد من التخلص منه بأي وسيلة. تلك هي قوانين السرب التي لا يجوز مخالفتها. تقلق الأم من قسوة الكلمات، إذ يؤثر الباز الأب قوانين السرب على الاحتفاظ بصغيره بحضانته. تشعر بوخز في الصدر، وكأن سهما أصابها بجرح غائر. يتملكها خوف مفاجئ على مصير الصغير، فتقبل عليه بلهفة، تضمه بجناحيها ضمة حنونة كأنها تعوضه بذلك عن خطر الأيام المقبلة، وهي تهمس بصوت حزين: لكنه ما زال بالريش الحرام، سيموت إن تخليت عنه. يعاجلها الباز الأب بضربة من جناحه ليبعدها عن الصغير، صائحا في وجهها: لا أريد ابنا ضعيفا من سلالتي، ألا تفهمين ذلك؟ لن أضره بشيء، كل ما هنالك أني سوف آمر بإبعاده عن السرب ليواجه مصيره المحتوم. ثم يرسل في استدعاء 2 من معاونيه من الصقور الأبكار الأقوياء، أحدهما صقر بازي أسود شديد السواد من نوع نادر، والآخر بني يميل إلى اللون الأحمر الداكن. يطلعهما على سره الذي لا يريد لأحد غيرهما معرفته، ويأمرهما بحمل الصغير الهزيل وإلقائه من فوق الجبل بعيدا عن السرب. في البداية يستغرب الصقران الأمر، ينظر كلاهما إلى الآخر بنظرات تملأها الدهشة والاستغراب، إذ لم يمر عليهما مثل تلك الواقعة قبل الآن. يلمح ذلك الباز الأب، لكنه لا يمهلهما كثيرا. يصيح عليهما بصوت رخامي ذي نبرة رخامية: أنا قائد هذا السرب، وتلك هي أوامري، يجب عليكما تنفيذها فورا. ينظر الباز الأسود إلى الأم الحزينة، تلتقي عيناه بعينيها اللامعتين، تتوسل إليه بنظراتها ألا يفعل. يهز رأسه رفضا وهو يحدث الباز الأكبر قائلا بصدق: لقد كسرت ريشة من جناحي، لن أستطيع الطيران قبل علاجها. ثم يلتقط بمنقاره قطرة من مادة دهنية تسيل من مؤخرته، ثم يمسح بها الريشة المكسورة ويعيدها إلى جسمه. يرمقه الباز الأكبر بنظرات متوعدة محاولا كبت غضبه: سوف ألتمس لك العذر هذه المرة، لكني أحذرك من معاودة مثل ذلك مرة أخرى. ينصت الباز الأسود جيدا، ثم يهز رأسه بالإيجاب ويمضي ليمكث في وكره حتى تجف ريشته. يدير الباز الأب رأسه على محورها بدرجة 360 درجة، ملتفتا إلى الباز البني الواقف خلفه: سوف تنفذ المهمة بمفردك إذن. لا بأس أيها القائد، لك ما تريد. يقول الباز البني ذلك وهو يحمل الصغير بمخلبيه بقوة، ثم يطير محلقا في السماء مبتعدا به عن الوكر شيئا فشيئا، بينما الأنثى تتابعه بعينيها الحزينتين حتى يصير معلقا في السماء على ارتفاع يصل إلى 1000 متر. وعندما يبلغ قمة الجبل يلقي بالباز الرمادي ليهوي الصغير من السماء مرفرفا بجناحيه الضعيفين اللذين لا يقويان على حمل جسمه في الهواء، ويسقط كما تسقط ورقة شجر ألقي بها من أعلى تحملها الريح المتجهة إلى المشرق على كفيها إلى حيث قدر لها أن تستقر. عندما يرخي الليل ظلمته في أنحاء المكان تتسلل الأم إلى الباز الأسود باكية حزينة منكسرة، فما يلبث أن يراها حتى يقرأ من نظراتها إليه سرا ما. يسألها بتوقع سابق للرد: هل جئت إلى هنا توصينني برعاية صغيرك الباز الرمادي؟ نعم أيها الباز الأسود الطيب، تقول ذلك، ثم تدير ظهرها
إليه كأنها لا تستطيع مواجهته، ثم تسترسل قائلة له: أنت صقر ذكي معروف بيننا بالشجاعة والوفاء، لهذا سأبوح لك بسر دفين، لكن عدني ألا تبوح به لأحد. يقترب منها حتى يواجهها: أعدك بذلك، تقول له بصوت منكسر ونظرات شاردة. حدث ذلك أثناء حضانتي لبيضتي الصغيرين. كان الباز الأب يحاول تقليب بيضة إحداهما كي لا يلتصق بها الصغير في الداخل، فتدحرجت البيضة على الصخرة. كنت قريبة منه، فلما رأيت ذلك خشيت على البيضة، فأسرعت إليها ووضعت طرف جناحي تحتها، فسقطت على الجناح بدلا من السقوط على الصخرة، ولم تنكسر، لكنها اهتزت بقوة، لهذا أصاب صغيري ما أصابه من ضعف ومرض. تسكت الأنثى قليلا، تجفف دموعها، ثم تضيف قائلة: ذلك هو السر الذي أردت أن أبوح لك به. أتقصدين أن الباز الأب هو سبب ما يعانيه الصغير من ضعف وعشاه؟ لم يقصد الإضرار به، ولا أقبل أن يبعده عن السرب لهذا السبب، ولا أملك حيلة لحماية صغيري منه. ثم تحدث نفسها بصوت مسموع: ليتني أعرف مكانه الآن، أتراه قد مات أم إنه لا يزال حيا؟ يقترب منها محاولا تهدئتها، لكنها لا تمهله حتى تعاجله بطلبها: أريد أن أطمئن عليه، لن أهدأ حتى أعرف ما الذي حدث له، ولا أستطيع عمل شيء. هل يمكنك مساعدتي في البحث عن صغيري والاهتمام به؟ نعم، لكن الليل مخيف، قد لا أتمكن من الإبصار ليلا. يقول الباز الأسود تلك الكلمات ثم يصمت عن الكلام فجأة. تحاول إقناعه قائلة بلهجة لا تخلو من التوسل: يمكنك الاعتماد على حاسة السمع لديك، أتوسل إليك أن تفعل ذلك من أجلي. يتخيل الباز الأسود ذلك الصغير أثناء سقوطه من أعلى بلا حول ولا قوة. منظره مؤلم حتى يتهاوى كخرقة بالية. يهمس: حسنا، سوف أفعل، يمكنك الاعتماد علي في ذلك. عندئذ تسري مشاعر الأمل في جسدها كمن تبعث فيه الروح من جديد، فتنزع بمنقارها حلقة حمراء كانت مثبتة في ساقها، تعطيها إليه قائلة بابتسامة حزينة: إن وجدته ثبت هذه الحلقة في ساقه. يلتقط الحلقة بمنقاره وهو يهز برأسه بالإيجاب. تقول له بيقين: كنت أعرف أنك لن تخذلني أبدا. ينظر إليها بعينين مهتزتين من شدة التأثر، يقول محذرا: ولكن احذري، ليظل الأمر سرا بيننا، وإلا. تقاطعه مؤكدة عليه: أعرف أنها مغامرة كبرى، وما قد يحدث لك إذا ما انكشف الأمر، لا تخش شيئا. يحييها بهزة من جناحه، ثم يطير مرتفعا إلى السماء، غير منتبه إلى أن الباز البني كان واقفا على طرف صخرة بعيدة يراقبه من قلب الظلمة، وهو يسأل نفسه: أين تراه قد ذهب الآن ذلك الباز المغرور؟ في صبيحة اليوم التالي لم تجد الأنثى الأم حيلة غير انتهاز فرصة خروج الباز الأب للصيد كعادته كل يوم، لكي تخرج متلهفة للاطمئنان على صغيرها الذي لم تعد تعرف عنه شيئا غير ذلك القلق والخوف اللذين سيطرا عليها بقوة. وما كادت ترى الباز الأسود أثناء عودته حتى بادرته بالسؤال: هل تمكنت من العثور على صغيري؟ نظر إليها الباز الأسود بنظرات يملأها الفخر، وهو ينفش ريشه الذي يلمع مع انكسار أشعة الشمس عليه. ظللت أبحث عنه طوال ليلة البارحة، فرآني عقاب ضخم حاول مهاجمتي، لولا أني تمكنت من الفرار منه بأعجوبة. تقاطعه الأم بفروغ صبر: والصغير؟ ماذا عن صغيري؟ يقول لها بابتسامة بريئة مطمئنة: لقد وجدته أخيرا. حملته الريح برفق ووضعته فوق قمة شجرة أسفل الجبل. إنه بخير حتى الآن، اطمئني، سأتولى رعايته بنفسي، لن أتركه يموت جوعا، وليبقى ذلك سرا بيننا، وإلا حاكموني لمخالفة أوامر قائد السرب.
تشعر الأنثى الأم بالراحة تتسلل إلى صدرها الموجوع الذي ما زال يتحرك شوقا إلى الصغير، فتغمض عينيها وهي تردد بسعادة غامرة: أعدك بأن لا يعلم أي من طيور السرب بذلك. وتضيف وهي تتأمله بنظرات راضية: الشكر لك أيها الباز الطيب، الشكر لك. ثم تتركه وتعود إلى الشجرة حيث يعشش صغيرها الآخر الباز الأبيض في انتظار الطعام. في أثناء ذلك يبرز الباز البني من وراء صخرة كبيرة، يقترب من الباز الأسود بنظرات يملأها الدهاء والغيرة. يستغرب الأسود من تلك النظرات التي لا يجد لها تبريرا، يسأله: ماذا بك أيها الباز البني؟ يجيبه محاولا صرف انتباهه عما يدور برأسه: لا شيء، لكن... يرمقه بنظرات ذات مغزى، ثم يتابع بخبث: لقد بحثت عنك ليلة أمس فلم أجدك. يضيف وهو يدور حوله بخطوات متحدية: أين تراك قد ذهبت؟ يدرك الباز الأسود مغزى الكلام، لكنه لا يعيره اهتماما، مكتفيا بابتسامة فاترة لا توحي بشيء، ثم يضرب الهواء بجناحيه ويطير في الاتجاه المعاكس. البكر. تمضي شهور، يكبر خلالها الباز الأبيض، يتحول ريشه فتخالط بياضه نقاط زرقاء، يصير له صدر أبيض مميز كما هو للطائر البالغ. يمكنه الآن الطيران على مسافات قصيرة حول العش. كثيرا ما كان يراقب أباه الباز في تحليقه ومهاراته المرتفعة في الطيران، لكنه ما زال يحتاج اكتساب بعض من أساليب الطيران والصيد التي لا يمكن اكتسابها إلا بالممارسة والتدريب. صار أكثر ثقة في مهارات طيرانه وملاحقة فرائسه من الحيوانات والطيور الأخرى، وعلى الرغم من فشله في الصيد عدة مرات متتالية، فإن الباز الأب كان يعطيه من الرعاية والنصح ما يكفيه لتجديد المحاولة. كان يقول له: كل الصقور تفشل في البداية حتى تتعلم طريقة جيدة لملاحقة فرائسها. أما الباز الرمادي فقد كبر أيضا، لكنه صغير الرأس، ذو عنق غليظ طويل، واسع العينين على الرغم مما ألم بهما من داء العشاء، مستدير الأذنين، مقيد الخواف والذنب، مكتنز الفخذين، ضامر الساقين، وما زال حبيس عشه الواقع فوق الشجرة التي سقط فوقها ولم يبرحها قط. لم يعرف من دنياه غير ذلك الطائر الذي يأتيه ليطعمه كل يوم، حتى ظن أنه أمه أو أبوه، فلا يعرفهما ولم ير أيا منهما قط. وعلى الرغم من الريش الرمادي النابت على جناحيه، فإنه لم يحاول أن يجرب الطيران يوما ما، بل كلما هبت ريح عاصفة كان يتشبث بالشجرة مخافة السقوط ومهابة الموت، إذ لم يستكشف قدرته على الطيران حتى ذلك الوقت. كان يظن أنه إذا ما سقط من فوق تلك الشجرة فسوف يهوي كحجر بلا قدرة على التحليق المرتفع في السماء. ذات يوم قرر الباز البني أن يتتبع غريمه الباز الأسود، فهو يغار منه لأنه محبوب لدى كل طيور السرب، ذو حظوة ومكانة لدى الباز الأب، ولأنه قوي يمكنه الاعتماد عليه في كثير من المهام الصعبة لخدمة السرب، فهو يتمتع بقدرة فائقة على الطيران والمناورة والصيد، ولإدراكه أنه من الصقور النادرة. لكل تلك الأسباب فهو يحقد عليه، يتمنى لو تأتيه صاعقة من السماء فتقضي عليه إلى الأبد، وينال هو المكانة نفسها التي للباز الأسود عند قائد السرب، لكنه يعرف استحالة ذلك، اللهم إلا إذا حدث ما يغضب الباز الأب قائد السرب عليه. لا بد من استخدام الحيلة إذن، هكذا كان يقنع نفسه، وها هو ذا يسعى إلى غرس الأشواك في طريق غريمه. لذلك قرر أن يقتفي أثره يوما بعد يوم، يترصده ساعة بعد ساعة وبدون هدف معلوم إلا احتمال الوصول إلى سر ما قد خفي عنه،
فيتمكن من الوشاية به عند قائد السرب، ويقضي بذلك على الباز الأسود بالضربة القاضية. كان الباز الأسود يخترق السماء كأنه قذيفة موجهة لإصابة الهدف، حين رأى بطة برية محلقة على مسافة بعيدة في السماء، فانطلق عكس الريح مقتربا منها لكي يفاجئها ويعاجلها بضربة فتاكة من أسفل، فيفقدها توازنها ويسقطها مترنحة كطائرة أصابها الخلل، ثم يحملها بمخالبه وجبة طازجة لإطعام الباز الرمادي. وعلى الرغم من الجهد والعناء البالغين اللذين بذلهما الباز البني في ملاحقة غريمه اللدود، إلا أنه صار يشعر الآن بالراحة التي كان يبحث عنها ليشفي صدره المحتقن، حتى ظفر بالسر أخيرا، ولم يبق أمامه غير أن يدق مسماره الفتاك في نعش الباز الأسود. في مساء ذلك اليوم استغل الباز البني فرصة خروج الأنثى الأم لمقابلة الباز الأسود في مكان منزو من الجبل، ثم طار إلى الباز الأب منحني الرأس مدعيا استكانة وخنوعا، وما إن مثل في مواجهته حتى حياه بجناحه طاعة مفرطة زاعما الولاء الزائف. وما لبث الباز الأب أن رآه على حالته تلك حتى استشعر أمرا خطيرا وراء ما يحدث، فرمقه بنظرة مستفسرة وهو يسأل: ما الذي جاء بك الآن أيها الباز البني؟ ألا تعلم قوانين السرب؟ بلى أعرفها أيها القائد، لكن... قال ذلك ثم سكت متماديا في الانحناء وادعاء الانكسار، وظل هكذا لبضع دقائق دون ما أن ينطق بكلمة، حتى بدأ القلق يتسلل إلى صدر الباز الأب، فصاح فيه ليحثه على الكلام: ماذا لديك؟ هيا تكلم. رفع الباز البني رأسه ممعنا النظر في الباز الأب، وراح يسأل بلهجة تحريضية: ما جزاء الخائن الذي يخالف أوامر قائد السرب؟ يدفعه القائد بغلظة وهو يصيح: لا أحد يجرؤ على مخالفة أوامري. يستعيد الباز البني توازنه وهو يجيبه بابتسامة خبيثة: لكنه قد تجرأ فعلا وخالف أوامرك، بل والأدهى من ذلك أنه يخونك أيضا، يمكنك رؤية ذلك بنفسك. ثم يسر في أذنه: لقد تآمرا عليك. ماذا؟ من تقصد؟ إنه الباز الأسود قام بإنقاذ الباز الرمادي بتحريض من الأم، يريدان أن يلحقا العار بك أيها القائد. ثم يضيف بصوت مؤثر: أنت الباز الأب هنا، قائد هذا السرب. هل يعقل أن يبقى من سلالتك مثل ذلك الباز الرمادي الهزيل الذي أصابه العشاء؟ كيف تصير مكانتك وسيرتك بين قادة الأسراب الأخرى؟ إنها لكارثة حقا. يحيط القائد وجهه بجناحيه من هول المفاجأة. يا لها من كارثة قد ألمت بي. ثم يتوجه بسؤال مفاجئ إلى الباز البني: كيف علمت بذلك؟ هكذا يسأل الباز الأب بصدر محتقن. يسترسل الباز البني في الكلام بصوت ناعم لا يخلو من النبرة التحريضية. شعرت بحركة غريبة من الباز الأسود، فقررت مراقبته حتى تمكنت منه أخيرا، وعلمت حقيقة الأمر. عرفت المكان الذي يخفيان فيه الصغير. أحسنت أيها الباز، ستنال مكافأتك. لكن بعد محاكمة الباز الأسود على خيانته. هكذا يجيبه القائد بإصرار عنيد، وقد قرر في التو إجراء تلك المحاكمة بصورة عاجلة. في اليوم المقرر لها لم تجري المحاكمة وفقا للعرف السائد والمتبع لدى عامة السرب، إذ لم يستطع قائد السرب أن يتخلص من هوى نفسه ورغبته القوية في الانتقام من الباز الأسود، واكتفى بما سمعه من وشاية جاءه بها الباز البني ليتخلص من غريمه، فلم يمنح الباز الأسود فرصة للدفاع عن نفسه، ولم يبذل أدنى جهد في السعي للحقيقة، وفضل أن يترك ساقيه للسقوط في حفرة مظلمة، حفرة لا يمكنه الخروج من ظلمتها أبدا. ينتشر الخبر بين طيور السرب بسرعة البرق: القائد يصدر حكما بالتخلص من الباز الأسود، القائد يصدر حكما بالتخلص من الباز الأسود. تجتمع الطيور
إثر ذلك الخبر في ساحة خضراء واسعة بالقرب من وكر الباز الأب. تقودهم الأنثى الأم، كانت غاضبة وثائرة على غير عادتها، بينما يتبعها سائر طيور السرب مبدية حالة من الغضب الذي يشبه إعصارا يجرف كل ما يحاول أن يوقف سريانه. كان منظرها رهيبا، كاد يزلزل الباز الأب في مملكته التي لا ينازعه فيها أحد، لولا أنه تماسك ليرد تلك الثورة العامرة ويمنع سريانها كالنار في الهشيم. في تلك الأثناء كان الباز الأسود متخذا لنفسه عشا فوق جذع شجرة عالية مطلة على ساحة المحاكمة، يتابع ما يحدث بترقب وحزن عميقين، مرددا لنفسه: لم أفعل سوى الخير، ولا يعنيني ما يحكم به ذلك الباز الظالم. وما لبث القائد أن نطق بكلمة محاولا بها تبرير حكمه الجائر، حتى فوجئ بما لم يتوقعه من هرج ومرج ينتشران بين الصقور الثائرة، بينما جعلت الأنثى الأم تقترب منه حتى أصبحت في مواجهته وهي تحدثه بلهجة متحدية: لن أسمح لك بالتخلص منه، لأنه لم يفعل إلا الخير، ولا يجوز أن يكون ذلك هو جزاء من يفعل الخير. ماذا تقولين؟ لا شأن لك بذلك، هل فهمت؟ هكذا يصيح فيها الباز الأكبر محاولا إخفاء غضبه، وهو يرمقها بنظرات شرسة بالكاد تحيط بجسمها الضخم، لكنها تصر على موقفها. ما عدت أخشاك أيها الباز، ولتعلم أني السبب فيما يجري للباز الأسود وما يتعرض له من ظلم، لهذا لن أسمح لك بالتخلص منه، فهو بريء من الخيانة التي تحاول أن تحاكمه بسببها. وأنت، هل أنت بريئة أيضا؟ كنت أحاول أن أنقذ صغيري من ظلم أبيه. أنا لست ظالما، ألا تفهمين هذا؟ إن لم تكن ظالما كما تدعي فلتمنع تلك الجريمة إذن. يدير الباز الأب رأسه على محورها، متأملا منظر الصقور المحيطة به كالسحابة من كل جانب. كانت صقور السرب الملتفة به تنتظر كلمته في ترقب وقلق، ولأن الباز الأسود يتمتع بحظوة وحب كبيرين لدى كافة طيور السرب، يتملك الباز الأب شعور رهيب بأن طيور السرب تشبه مجموعة من الصيادين المتأهبين للنيل منه، وعليه أن يحترس منهم، فلا يجد أمامه خيارا آخر، ويقرر العفو عن الباز الأسود في حينه، لكنه يضمر في قلبه شيئا آخر. ذات يوم خريفي عاصف ومطير، قبل أن يحين موعد هجرة السرب السنوية جهة الجنوب، وبينما الصقور تأوي إلى أعشاشها بحثا عن التدفئة والاحتماء من ذلك الجو العاصف، إذا بصوت قوي يتناهى إليهم من الخلاء: هلك الباز الأسود، هلك الباز الأسود. يهبط الخبر على رؤوسهم كالصاعقة، وخلال بضع ثوان تكون الغابة قد امتلأت بطيور السرب التي هرعت من كل حدب وصوب لتتجمع حول جثمان الباز الأسود المصاب بجرح غائر، وكأن سهما قد أصابه في الصميم فأهلكه. فلا تجد الأنثى الأم حيال هذا المشهد المؤلم من حيلة غير نظرات الشك والاتهام التي راحت تلقيها بأسا على الباز الأب. مضى وقت على واقعة هلاك الباز الأسود وخلو الساحة تماما أمام الباز البني ليحقق خطته التي بدأها بالوشاية بالباز الأسود. وقد تملك الباز البني شعور قوي بأنه قد أصبح مسيطرا على زمام السرب منذ تلك اللحظة، يعبث بين طيور السرب كما يشاء بأي وقت يشاء. لذلك فقد بدأ يراقب الباز الرمادي عن قرب لكي يستطيع أن ينقل أخباره إلى الباز الأبي لحظة بلحظة. وظل على هذه الحال إلى أن جاء ذلك اليوم الذي قرر فيه أن يهبط على عش الصغير كالموت. تتأجج النيران في صدره الملتهب، وعلى الرغم من أن الباز الرمادي لم يكن بمقدوره أن يراه، فإنه لم تأخذه به رحمة أو رأفة، فعاجله بلطمة عنيفة من جناحه محاولا إلقاءه بعيدا عن العش، لكنه لم يستطع أن يسقطه، إذ استطاع الباز الرمادي أن يتشبث بغصن الشجرة الذي حماه من السقوط، على الرغم من ضعف قوته الناتج عن خواء حوصلته من الطعام منذ فترة،
وعلى الرغم من الرهبة التي تملكته فإنه لم يفطن إلى حقيقة ما يحدث له، فما زال يعتقد أنه الطائر ذاته الذي كان يطعمه كل يوم، لولا أنه سمعه يصيح فيه: إنك مثل القطط ب7 أرواح، لكنك لن تفلت مني هذه المرة. لا يستطيع الباز الرمادي أن يفهم مغزى تلك الكلمات ولا حتى نبرة صوت الباز البني التي تبدو أكثر حدة على غير المعتاد أو المألوف لأذنيه، كما لا يمكنه أن يميز بين الخير والشر بشكل مباشر حتى تلك اللحظة، لكنه قد صار متيقنا من أن الذي يحدثه طائر مختلف عن ذلك الذي يحنو عليه ويرعاه. يسأله برهبة ورعشة تسري في كل جسمه: من أنت أيها الطائر الغريب؟ وما الذي تريده مني؟ يطلق الباز البني ضحكاته المخيفة وهو يجيبه بلهجة متوعدة: لا تتعجل أيها الباز الرمادي، فسوف تعرف كل شيء في حينه. ثم يقبل عليه يحمله بعنف ويطير به إلى أعلى فأعلى فأعلى، وما يكاد يبلغ أقصى ارتفاع يمكنه أن يصل إليه، حتى يلقي به مرة أخرى مرددا: وداعا أيها الباز الأعشى، لا أظنك تفلت من الموت هذه المرة كما أفلت أول مرة. ويستمر في الضحك بصوت مثير، بينما يتهاوى الباز الرمادي مرفرفا بجناحيه وهو يصيح من شدة الخوف الذي تملكه فجأة مما سيلقاه من مصير غير معلوم، حتى يغيب تماما عن عيني الباز البني الذي ما إن اطمأن لسقوط الباز الرمادي حتى استدار متخذا طريق عودته إلى مقر سربه في الغابة بالقرب من بركة الماء الآسن. ولكن في أثناء ذلك يظهر باز عجوز في السماء فجأة، يبدو كما لو أنه سحابة خلاص منبثقة توا من عين الشمس الملتهبة. كان يطير طيرانا مرحا مذهلا يختلف عن كل أقرانه من صقور الباز الأخرى، جناحاه يتحركان بانسيابية غير مألوفة، كأنهما مجدفان مبحران في فضاء العالم الواسع اللانهائي، يتمايلان مع الهواء يمينا أو يسارا فيحملان جسمه كما تحمل الأرجوحة طفلا مغامرا، فينخفض في طيرانه ويرتفع بمهارة عالية لم يسبقه إليها باز غيره، منشدا في مرح أنشودة مرحة بصوته العجوز: أنا باز بجناحي أطير، متمكن وفي طيري خطير. في تلك اللحظات يسمع الباز العجوز صوت جناحين مرفرفين رفرفة متلاحقة بالقرب منه، كأنهما لطائر يتهاوى، فيظنه فريسة طازجة، ويعجل بإخراج لسانه تعبيرا عن إحساسه بالجوع، وهو يحدث نفسه قائلا بصوته الخشن: مرحبا بك أيتها البطة الرائعة، جئت بجناحيك إلى قدرك، ولم أسعى إليك بجناحي. ثم ينطلق جهة الصوت انطلاقة سهم غادر قوسه توا، حتى يقترب بقوة من الطائر الذي يحلق على مسافة قريبة منه، فيضربه بمخلبيه التابعين واللاحفين ضربة عنيفة ليفقده اتزانه، ثم يهرع إليه قبل أن يتهاوى ويمسكه بمخلبيه العالفين والسانين بقوة، قائلا بلهجة ضافرة: ألا ترينني أيتها البطة اللذيذة؟ ها أنا ذا قد أمسكت بك. فيجيبه الطائر مستغيثا: اتركني اتركني. يقول الباز العجوز غير مصدق أذنيه: سوف أتركك أيتها اللذيذة، لكن ليس الآن. عندئذ يضرب الطائر الهواء بجناحيه ضربة قوية، فيتمكن من الفكاك من قبضة مخالب الباز العجوز، ويطير مرفرفا بسرعة كي يتمكن من الهرب، بينما يحدث الباز العجوز نفسه قائلا: هذا الطائر قوي، يبدو أنه من طيور الباز. هكذا تعلم من الحياة أن الباز من الطيور القوية التي لا يفوقها غير العقبان، لهذا يساوره الشك في حقيقة الأمر، فيقرر الاقتراب من الطائر ويبادره بالسؤال: لا يبدو عليك أنك بطة برية أو طائر من الطيور المسالمة، تبدو قويا على غير العادة، هل أنت من طيور الباز؟ وإن كان ذلك صحيحا فكيف لم تتمكن من تحاشي قبضتي والاصطدام بي؟ لا أعرف ماذا أكون،
ولا من أكون، أنا طائر حديث الطيران ولا أستطيع الرؤية. تلك هي المرة الأولى التي أتمكن فيها من الطيران. كان يجب عليك أن تتحاشى الاصطدام بي. هكذا يقول الباز الرمادي ثم يلتزم الصمت، وما زال يحاول التحليق بعيدا عن الباز العجوز، فيجيبه الباز العجوز بصوت حزين لا يخلو من الشعور بالدهشة: أنا باز عجوز أيها الصغير، أصابني العشا مؤخرا، فلا أستطيع الرؤية مثلك، لكني اكتسبت الخبرة والحكمة بمضي الزمن، وأستطيع الطيران بمهارة تفوق مهارة الطيور المبصرة. ثم يدور في الهواء دورة سريعة مفاجئة، فيبدو كما لو أنه يختبر قدراته ليثبت لنفسه صحة ما يقول، وهو يحدث الباز الرمادي قائلا: ألا تدرك ذلك؟ لا يمكنني رؤية ما تفعل. يقول الباز الرمادي ذلك وهو يصطدم بشجرة قريبة، ثم ينقطع صوته فجأة، بينما الباز العجوز يصيح مناديا: أين ذهبت أيها الصغير؟ ألا تسمعني؟ يكرر سؤاله عدة مرات وهو يطوف في الهواء بحثا عن شيء يقوده إليه، حتى يتهادى إليه صوت يئن أنينا متتابعا، فيدرك أنه هو. يحدد مكانه بدقة عالية ثم يطير إليه بلهفة: ما الذي أصابك؟ لقد اصطدمت بساق شجرة. هكذا يجيبه الباز الرمادي وهو يحاول النهوض على ساقيه. هل أصابك مكروه؟ نعم، إن ساقي تؤلمني ولا أستطيع أن أحركها جيدا. حسنا، يمكنني مساعدتك، ابق مكانك بلا حراك، سوف أعالجك. يفحص الباز العجوز ساق الباز الرمادي الذي يصل به الشعور بالألم أعلى درجاته فحصا دقيقا، ويطلب منه أن يرقد على بطنه وصدره لتخفيف قسوة الألم عنها. يدرك العجوز مدى خطورة الإصابة، لكنه يهمس مطمئنا الصغير: يبدو أنك حديث العهد بالطيران فعلا، لكن لا تقلق، عليك أن تتحمل الألم حتى أعود إليك. إلى أين أنت ذاهب؟ هكذا يسأله الباز الرمادي وهو يعاني من شدة الألم. لا تقلق، من حسن طالعك أني طبيبك، لقد تعلمت الكثير مع مرور الزمن. ثم يتركه ويطير مرتفعا أعلى فأعلى، بينما يظل الباز الرمادي راقدا غير قادر على الحركة، يعاني من ألم شديد كلما حاول أن يحرك ساقه يمينا أو يسارا، فضلا عن إحساسه بالضيق بسبب العشا الذي يحرمه متعة الرؤية. فبدا وكأنه ميت على قيد الحياة في انتظار ملائكة العناية الإلهية لإنقاذه مما ألم به. بعد ليلة طويلة من الألم قضاها الباز الرمادي كأنها عام، يعود الباز العجوز حاملا عشب المومياء بمنقاره، يقترب من الباز الرمادي ويدهن بالعشب ساق الباز الرمادي شارحا له: لقد أصابك إجهاد عضلي يا صغيري، هذا داء بسيط لكنه يمنعك من الطيران، لهذا أردت أن أعالجك بسرعة. أين تعلمت ذلك؟ يدير الباز العجوز رأسه جهة الشمس قائلا: لقد عشت أكثر من 20 عاما متنقلا بين الغابات غير مستقر مع أي سرب من الأسراب، كنت أتعلم الكثير وأجرب الكثير دون ملل أو كلل. 20 عاما قضيتها في تعلم ومحاولات وتدريبات، هذا عمر طويل يا صغيري، تعلمت خلاله أكثر مما يتصور أي باز أن يبلغه من قدرات. لماذا تفعل ذلك من أجلي؟ يرسل العجوز تنهيدة طويلة ثم يعقبها بكلمات من فيض الذكريات: كان لي صغير مثلك، خرج ذات يوم ليصطاد مثل سائر الصقور، كانت تلك محاولته الأولى في الصيد حين رأى حمامة محلقة بالقرب منه، أخذ يتتبعها مثل ما علمته أن يتتبع فريسته، أمسك بها بسهولة ومهارة، لكنه لم يكن يدرك أنه فخ نصبه الصيادون للإيقاع به. لقد نال منه الصيادون في يوم شتوي مطير، فقدته صغيرا ولم أستطع حمايته على الرغم مما لدي من مهارات، لم أتمكن من تلقينه ما لدي من خبرة وحكمة بشأن ذلك. الدرس الوحيد الذي لم أعلمه له أن يستشعر الصيادين ويتجنب الخطر.
يشعر بنوبة اختناق مفاجئة، يستنشق هواء نقيا ثم يسترسل قائلا: كنت قائد سربي وقت ذاك، لكن تلك الحادثة جعلتني زاهدا في الدنيا، فهجرت السرب ورحلت أبحث عن صغيري كان يدعى راكان. بحثت عن راكان في كل أنحاء الأرض، لكني لم أجده إلى الآن، لقد فقدته إلى الأبد. يضيف بعد لحظات من الصمت: أشعر أنك تشبهه في كل شيء، لهذا أريد أن ألقنك ما لم أعلمه له، لكن هل تمانع إن أطلقت عليك اسم راكان على اسم صغيري؟ راكان هذا اسم جميل. بفرحة عارمة: حسنا يا صغيري، منذ اللحظة أنت راكان. القرناس. تمر بضع سنين، يكبر معها راكان ويبدل ريشه فيصبح قرناسا. يتعلم خلالها من الباز العجوز كثيرا من أساليب الطيران والصيد بالممارسة. إن كنت لا ترى بعينيك فعليك أن تضع نظارة القلب حتى ترى الحياة من خلالها. كان ذلك أول درس يلقنه المعلم تلميذه، وبمرور الأيام كان يتدرب تدريبا شاقا من أجل تطبيق الدرس. كثيرا ما كان يخفق في بداية طيرانه، لكنه ما زال يحرص على النجاح. في أول الأمر أراد المعلم أن يدربه على أصول الطيران والقنص المألوفين لدى عامة الصقور خلال النهار. يطير به طيرانا أفقيا بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا على ارتفاع متوسط يبلغ نحو 500 متر فوق الأرض. يدربه على الارتفاع والهبوط المفاجئين، ثم الانطلاق المفاجئ في اتجاه الريح حتى يمكنه من القنص بمهارة. بعد وقت غير قليل أصبح التلميذ أكثر ثقة في مهارات الطيران لديه. أدرك أنه يستطيع ملاحقة فرائسه معتمدا على حاستي السمع والشم، أن ينقض على فريسته بسرعة عالية يفاجئها من أسفل بضربة فتاكة من مخلبيه التابعين في الهواء فيفقدها توازنها، ثم يحملها بمخلبيه السانين إلى حيث يشاء. لكن لم يكن ذلك كل شيء، وإنما كان ذلك مجرد درس من أجل البقاء. حرص المعلم أن يبدأ به حتى يغرس فيه روح العزيمة والصبر، ويمده بالأمل في الاستمرار، إذ ما كان لصقر أعشى مثله أن يبقى على قيد الحياة، هذا في عرف الصقور. لكنه حطم القاعدة في نفسه منذ سنوات طويلة، فلم يجد صعوبة في أن يعلم تلميذه الطريقة ذاتها للخروج عن القاعدة، فأراد أن يقوده إلى مرحلة متفوقة من الطيران المرتفع بسرعة فائقة وأثناء الليل. كان يقول له دائما: يجب عليك أن تسعى إلى التميز عن غيرك من صقور الباز، فلا تدع عجزك عن الرؤية يكون سببا رئيسا لتأخرك. عندما يظن صقر الباز أنه لا يستطيع القيام بأمر ما، فإنه لا يستطيع ذلك حتى لو كان قادرا في الحقيقة على القيام به. لذلك فإن نجاحك أو فشلك بحسب قوة إدراكك، وقد تكون الفرص أمامك ولكنك لا تراها لأنك لم تضع العدسة المناسبة للتخيل، وبالتالي ستظل واقفا مكانك. لم يتمكن راكان من فهم تلك الكلمات في أول الأمر، لكنه بدأ يستوعبها مع تكرارها على أذنيه والتدرب على تحقيقها على أرض الواقع حتى ألفها تماما. وما كاد الباز العجوز يطمئن إلى استيعاب التلميذ للدرس حتى أبدى له رغبته في أن يقوده إلى مرحلة أعلى وأرقى من التطبيق المتميز للقواعد التي علمها له، إذ لا قيمة للدرس بغير التطبيق على الواقع. كانت تلك أصعب المراحل تقريبا لتعارضها مع قوانين الصقور الصارمة، لكن الباز المتميز هو من يمكنه تخطي القوانين دون أن يخترقها أو أن يعرض نفسه لمساءلة السر. جسمك ليس إلا فكرتك عنه.
هكذا راح يعلمه الدرس الثاني والأهم حتى يعده للمرحلة المتقدمة. لم يفهم ركان المغزى من ذلك الدرس وكيف يصبح جسمه فكرته عنه. كان الدرس يشبه لغزا معقدا بحاجة إلى فك شفرته، لكن المعلم لم يتركه على تخبطه هذا طويلا، وإنما راح يطلعه على طرق مبتكرة من فنون الطيران لديه، ويشرح له الطريقة التي يمكنه أن يعيد بها تشكيل جسمه وتوجيه عضلاته وريشه ليتمكن من تنفيذ ذلك التدريب الصعب، بل أخذ يدفعه إلى محاولة تطبيق ما يفعله عملا، قائلا له: عليك أن تحاول دائما تحويل جسمك إلى طاقة، بهذا فقط يمكنك الوصول إلى معرفة أعلى، وبالتالي يمكنك التفوق بمهارة على الآخرين من بني جنسك. فالطاقة وقود الحياة، والفعل بمرونة وقوة وليونة هو طريقك إلى طاقة تأخذك إلى عالم السمو والتفوق. ثم يقوده إلى الطيران ليلا وسط عالم يغمره الخوف من مهاجمة العقبان لهما، أو الاصطدام بقمة جبلية تشق قلب الظلمة، أو التعثر بأسلاك كهربائية ممتدة على أعمدة ذات ارتفاعات شاهقة، أو أن تصيبهما البرودة الشديدة بداء الصرع، أو غير ذلك مما يحتمل أن يواجههما من أشباح الظلام المرعبة، لكنه التحدي لبلوغ المستحيل. وهكذا تتعدد المحاولات الواحدة تلو الأخرى. كان راكان يتمكن خلال تلك التدريبات من اكتساب شيء يجمع إلى خبراته في كل محاولة جديدة. وذات ليلة شديدة الظلمة، بينما كانا يتأهبان للانطلاق ليلا في فضاء أكثر اتساعا وعلى ارتفاعات جديدة كعادتيهما في الفترة الأخيرة، مخالفين بذلك عرف الصقور في عدم القدرة على سبر أغوار الليل المظلم، إذ بالباز العجوز المعلم تنتابه حالة اختناق مفاجئة. يبدو أن الصرع قد بدأ يداهمني. يقول ذلك ثم يغيب عن الإدراك للحظات، فيدور حول نفسه ويهوي كطائرة أصابها مصاب، رأسه لأسفل وذيله لأعلى، فيرتجف راكان خوفا عليه ويشرع في مساعدته بكل ما لديه من طاقة، على الرغم من انعدام درايته بما يجب عليه فعله لمواجهة مثل تلك الظروف، فيبذل كل ما يستطيعه من محاولات لإنقاذه، حتى يتمكن المعلم أخيرا من استعادة حالته الأولى. وما يكاد يستقر على جذع شجرة ضخمة حتى يحدثه قائلا بصوت واهٍ: إني مريض بداء الصرع، ولا يوجد علاج لهذا المرض سوى عشب ينبت في قمم الجبال الوعرة، حيث توجد مملكة العقبان الوحشية. هذا العشب لا يمكن الحصول عليه. أستطيع أن أحضره إليك أيها المعلم. لا أظن أن ذلك بإمكانك، الأمر ليس هينا كما تظن، يجيبه راكان بصوت مهزوز. لكن يجب علي أن أفعل ذلك من أجلك. لا يا راكان، لا يمكنني المخاطرة بك. ثم يضيف باستسلام: حتى ولو كان في ذلك موتي، إلا أن راكان لا يرتضي هذا من معلمه، فيهب واقفا وهو يردد بلهجة متحمسة: لو كان بإمكاني إبقاؤك حيا ولو ليوم واحد فسأفعل، حتى وإن كانت حياتي هي الثمن. يقول المعلم بصوته الواهن: ما دمت مصرا فاعلم أن كل عشائر العقبان ليس لديها سرعة في الطرد إلا إذا وجدت الطريدة أمامها في الجو، أو كانت الطريدة أسفل من العقاب ومرتفعة قليلا عن الأرض، وهو أخف منها ومرتفع بمسافة كبيرة في الجو. تداهمه حالة الاختناق فجأة، يلتقط أنفاسه بصعوبة ثم يضيف: العقبان لا تخرج من أوكارها إلا مرة واحدة لتختطف الصيد من صائدي الفرائس، فإن أخطأتها فمن المستحيل أن تدركها مرة أخرى، فعليك أن تحسن السمع حتى تتمكن من مراوغتها إذا ما هاجمتك. هل تعيدني بذلك؟ أعدك بأن أعود إليك سالما. حسنا، سأنتظر عودتك سالما. يضمه بجناحيه ضمة قوية كأنه يودعه وداعا أخيرا،
قائلا له: إذا أردت أن تكمل مشوارك الذي بدأته معي فعليك ألا تطفئ شعلة رغبتك في الارتقاء والسمو. عليك أن تتوقع دائما ما قد يحدث لك إن فعلت شيئا أو لم تفعله. عليك أن تضبط نفسك عند الشدائد دائما، فالانضباط أساس التحكم والقدرة على السيطرة. ثم يعاني من اختناق الأنفاس مرة أخرى. يهمس: ذلك هو الدرس الأخير الذي أردت أن أعلمه لك قبل رحيلك. عدني أن تلتزم بكل ما تعلمته مني وألا تتوقف عند ذلك. أعيدك بذلك. الآن فقط أحس بأني أديت واجبي في الحياة. ثم يرفع رأسه إلى أعلى فجأة، ثم يلويها إلى الخلف، ينقلب على ظهره، يبدأ في الدوران والالتفاف حول نفسه بصورة عنيفة، فاقدا السيطرة على حركته، بينما يحوم ركان حوله في دهشة غير مدرك ما أصاب معلمه. ويستمر هكذا لدقيقة أو أكثر، لكنه لا يهدأ بعدها على حسب المتوقع، بل تزداد نوبته قسوة، تطول وتمتد إلى فترة أطول، تصاحبها تشنجات غير محمودة العواقب. ما يكاد ركان يشعر بخطورة حالة معلمه حتى يضرب الهواء بجناحيه ويطير مخترقا ظلمة الليل في طريقه إلى عالم مجهول، عالم مخيف، لكنه لا يبالي بما يحتمل أن يصيبه أو ما ينتظره من مخاطر، إذ لم يدرك غير تلك الرغبة القوية التي تجتاحه من أجل إنقاذ معلمه الباز العجوز. بمرور السنوات كان العمر قد تقدم بالباز الأبي قائد السرب، حتى نال منه الإجهاد وضعفت قدرته على الصيد، لدرجة أنه صار يفشل في ملاحقة فرائسه المرة بعد الأخرى، وصار الجوع يأكل بطنه كما يقرض الفأر قطعة الجبن. وبالطبع لم يفوت الباز البني فرصة استغلال حالة الضعف والهزال التي تمكنت من قائد السرب، بل راح يعمل بكل قوته على تكوين مجموعة من شرار طيور السرب حوله، يقوي بهم قدرته على إخضاع السرب لإرادته، ويزداد قوة وشراسة يوما بعد يوم. وهكذا صار الباز البني الآمر الناهي بما اكتسبه من مكانة وقدرة على البطش، تهابه صقور السرب وترضخ لأوامره ونواهيه. أما الأنثى الأم فقد تملكها الحزن حتى نال منها، راح يأكل فيها أكلا فأحالها هيكلا لا يقوى حتى على الطيران إلا بصعوبة مفرطة، وخاصة بعدما هجر الباز الأبيض الأبوين سعيا وراء شريكة لحياته تساعده على إقامة عشه الجديد، ربما في عالم آخر بعيدا عن حياة سربه الذي نشأ بين طيوره وترعرع تحت سمائه. أما راكان فما كان من أمره سوى أن انطلق في رحلة طويلة سعيا للحصول على علاج معلمه. لم يمهل نفسه لحظة في أثناء الطيران المضني خشية وقوع المحظور، فكان يطير بإصرار على ارتفاع عال في سماء شديدة الظلمة، لا يبالي بالمسافة التي قطعها في طيرانه ولا المسافة المتبقية له كي يبلغ هدفه المنشود، ولا يبالي بتلك الظلمة المحيطة به من كل جانب، ولا يهابها لأن حياته كلها ظلمة، باستثناء بارقة النور التي أرشده معلمه إلى طريقها، نظارة القلب التي صار يرى بها ما لا يراه غيره من الصقور ثاقبة النظر. كان يستدل على طريقه إلى مملكة العقبان من خلال قياسه لاتجاه الريح، ولم ينتبه إلى أنه قد اقترب جدا من الخطر، وأن مجموعة من العقبان قد اصطفت تراقبه من مسافة بعيدة، تترصده أعلى قمة جبلية وعرة على مشارف مملكتها. لم يجرؤ طائر قبل راكان على الاقتراب من ذلك الجبل ذي القمة الشاهقة، لدرجة استفزت العقبان ودفعتها إلى التساؤل بدهشة: كيف تمكن ذلك الباز الرمادي من الوصول إلى مملكة العقبان، بينما إصرار راكان ورغبته في إنقاذ معلمه كانا دافعين قويين ليسلك ما لم يسلكه أي باز قبله في هذا الطريق المحفوف بالمخاطر؟ لا شك أنها مغامرة تساوي حياته، ولا يجد العقبان حلا أمام ذلك الإصرار العنيد من راكان غير منعه من الاستمرار، فترسل 3 منها لمهاجمته والقضاء عليه أو حثه على العودة مرة أخرى. ما لبث راكان أن سمع صوت أجنحتها المرفرفة من مسافة بعيدة،
حتى أدرك أن خطرا محدق به، وأنه قد بات محاطا بمجموعة من العقبان التي تلاحقه وتطارده، وأن الخطر يقترب شيئا فشيئا، وعليه الآن أن يسلح نفسه بتعاليم معلمه في تلك اللحظة لكي يتمكن من مراوغتها والإفلات منها، وإلا فسوف تفسد مهمته التي جاء من أجلها ويفقد معلمه إلى الأبد. في تلك اللحظات فاجأه أحد العقبان، كانت تبدو عليه علامات التوحش والاعتزاز، صار يحلق تحليقا مهيمنا فوق رأس راكان حتى بدا كسحابة سوداء، بينما يطير عقابان آخران حوله. هكذا أصبح راكان محاصرا من كل جانب، وما من سبيل أمامه للفرار من قبضة العقبان والتخلص من ذلك الحصار الفتاك غير تنفيذ تعليمات معلمه التي أوصاه بها قبل الرحيل: عليك أن تضبط نفسك عند الشدائد. يا له من قول نافع في تلك اللحظات. هكذا يهمس راكان لنفسه وهو يقرر أن يتعامل مع الأمر الواقع بقوة ودهاء، رغم كل ما يحمله له من مخاطر تكاد تقضي عليه. يبحث بهدوء عن طريقة للفرار من ذلك الحصار اللعين وتلك العقعقة المتواصلة فوق رأسه، التي تبدو كما لو أنها سهام موجهة إليه لتفتك به. العقبان لا تخرج من أوكارها إلا مرة واحدة لتختطف الصيد من صائدي الفرائس، فإن أخطأت الطريق أو ضلت السبيل فمن المستحيل عليها أن تدرك الصيد مرة أخرى. كانت تلك الكلمات تتردد في رأسه باستمرار: يجب علي أن أجعلها تخطئني إذن، ذلك هو الحل الوحيد. هكذا يقنع نفسه، ثم يرخي جناحيه ببراعة ليس لها نظير ويضمهما بسرعة فائقة ليهوي جسمه فجأة، رأسه لأسفل وذيله لأعلى أثناء الهبوط، وهو يدور حول نفسه دورانا سريعا ليخترق الهواء كما تخرق البريمة الأرض، فيزيد من قدرته على السقوط، أو مثل طائرة تحطم جناحاها فجأة. كانت تلك إحدى مهارات الطيران التي تعلمها بعد سنوات من التدريب المتواصل، ولا يستطيع باز غيره أن يفعلها. حتى معلمه الباز العجوز المخضرم في الطيران لم يتمكن من تقليده عندما حاول ذلك ذات مرة. تربك المفاجأة العقبان، وعلى الرغم من قدرتها الفائقة على الطيران والمناورة، فإن شعورها بالخطر يعجزها عن اللحاق به وعمل الشيء نفسه، بل لم يستطع بصرها الحاد أن يدركه أثناء سقوطه المفاجئ، حتى فقدت أثره بعدما ذاب في ظلمة الليل الحالكة كما تذوب قطعة السكر في الماء، وأخطأته إلى الأبد. بهذه الطريقة المبتكرة استطاع راكان أن يحقق أول تحد له في مواجهة خطر العقبان المحدق به، وليتمكن من انتصار غير عادي، لكنه لم يحقق الهدف الذي جاء من أجله بعد، فما لبث أن تأكد من فقدان العقبان لأثره حتى استدار بلطف مع حركة الريح المواتية واستعاد توازنه ببراعة، ثم عاود الطيران المنتظم، ولكن بطريقة أكثر حذرا من ذي قبل. هكذا استمر في الطيران المنتظم على ارتفاع شبه منخفض لبعض الوقت، كان يرهف خلاله السمع بدقة، مستشعرا كل ما يدور حوله، حتى بدأ يطمئن إلى أن العقبان قد فقدت أثره، وأنها قد عجزت عن ملاحقته، ولم يعد باستطاعتها معاودة الهجوم عليه مرة أخرى. راح يرتفع تدريجيا محوما في الفضاء على بساط الريح، تاركا نفسه مع الريح لتحمله في طريقها إلى مكان بعيد، حتى هدأت الريح واستكانت. لكنه لم يتوقف عن الطيران المتوجس، التوجس من حسن الفطن. هكذا كان الباز العجوز يعلمه ألا يطمئن إلى أي شيء تمام الاطمئنان، وأن التوجس يمنع من السقوط المدمر في مستنقع الكوارث غير المتوقعة. اخترق مسامعه صوت عقعقة مفاجئة شعر راكان على إثرها برجفة غير معتادة، اهتز لها صدره ظنا منه أن العقبان قد عادت لمهاجمته، لكنه تذكر ما قاله له معلمه: عليك أن تحسن السمع حتى تتمكن من مراوغتها إذا ما هاجمتك. أصاخ جيدا لمصدر ذلك الصوت حتى أدرك أنه عبارة عن صرخة صادرة من باز صغير، فاندهش كثيرا، إذ كيف لباز صغير أن يبلغ هذا المكان دون ما أن يصيبه أذى. وراح يحوم حول مصدر الصوت منصتا أكثر فأكثر،
لعله يتمكن من سماعه مرة أخرى حتى يعي ما يحيط به من ظروف. عاود الباز الصغير إصدار صوت مرة ومرة، يبدو وكأنه يدعو راكان للاقتراب منه ومصاحبته. يشعر راكان تلقائيا بالرغبة نفسها والحنين ذاته إلى ملازمة باز من نوعه، لكنه قد خرج في مهمة عاجلة وخطيرة عليه أن ينجزها بمفرده بمهارة وسرعة فائقتين. أخذ يلوح بجناحيه للباز الصغير مبديا له عدم قدرته على فعل ما يريد، ثم ضرب الهواء بجناحيه بقوة غير معهودة ليرتفع لأعلى فجأة، مخترقا الهواء كما ينطلق صاروخ من قاعدته في اتجاه الهدف. بينما ظل الباز الصغير يراقبه بدهشة وانبهار، يتابعه وهو يبتعد عنه شيئا فشيئا، كان يحاول أن يتعلم منه تلك الطريقة الجديدة في الطيران حتى يستطيع تقليدها والتدرب عليها. مع شروق شمس اليوم التالي أشرف راكان على حدود مملكة العقبان. راح يدور في الهواء عدة دورات انسيابية لاستثارة الخطر الرابض في انتظاره، حتى يتمكن من تحديد مداه ونوعه وقوته، لكنه لم يدرك شيئا غريبا أو حركة غير عادية، فقرر أن يقتحم المملكة بحثا عن العشب الذي جاء من أجله، فالتف من خلف جبل عال وتسلل إلى داخل المملكة دون ما أن يشعر أحدا بوجوده، لكنه لم يفطن إلى هذين العقابين الأصلعين الواقفين فوق شجرة جرداء في نوبة الحراسة العادية، يرصدان كل تحركاته منذ اللحظة الأولى لقدومه إلى مملكتهم التي لم يبلغها صقر قبل ذلك. وخلال بضع دقائق كانا قد أحاطا به وحاصراه، ثم استدعيا سائر العقبان. أدرك راكان الورطة، وأنه قد صار محاصرا من عشرات العقبان المتأهبة لافتراسه، ولم تصبح لديه حيلة غير الاستسلام حتى يتمكن من الخروج من ذلك المأزق الذي وقع فيه بغير أمل في النجاة. ولأن للمملكة نظاما شديد الصرامة، فلا تستطيع العقبان التصرف في مصير راكان دون ما أن تأخذه أسيرا إلى ملك العقبان الكائن وكره فوق أعلى قمة جبلية بالمملكة. وما كاد ملك العقبان يراه واقفا بين الحراس أسفل الصخرة التي يقف عليها، حتى انفجر معققا في أتباعه بصوته الحاد: حمقى! كيف تمكن باز أعشى مثل هذا من خداعكم؟ تلك أول مرة يصل فيها باز إلى مملكتنا التي لا يستطيع أي طائر أن يبلغها. ثم التفت إلى راكان وسأله بحدة: ما الذي دفعك إلى المخاطرة باقتحام مملكتنا أيها الباز؟ ألا تعي أن في ذلك نهايتك؟ أجابه راكان دون ما أن يرفع رأسه إليه: جئت باحثا عن عشب لعلاج معلمي من داء الصرع، هذا العشب لا ينبت إلا في مملكتكم. أتغامر بحياتك من أجل معلمك؟ لولا معلمي لما عرفت طريقي إليكم. أتعلم ما جزاء من يجرؤ على اقتحام مملكتنا؟ لم أفكر في شيء غير العشب أيها الملك. هكذا يجيب راكان بصوت ثابت متماسك. يقول الملك بإعجاب: يبدو أنك شجاع وفي، لو لم تكن صقرا لأبقيتك معنا. ثم يتلفت حوله متأملا تلك العقبان المتراصة في صفوف، ويضيف قائلا: حسنا أيها الباز، سأمنحك العشب الذي جئتنا تبحث عنه لسببين: أولهما وفاؤك لمعلمك، والثاني أنك استطعت أن تقهر داء العشا وحطمت جدار المستحيل، لكن عدني بألا تعود إلى مملكتنا غازيا مرة أخرى. أعيدك بذلك. هكذا قال راكان بفرحة بالغة، ثم رفرف بجناحيه ليرتفع محوما في الهواء تعبيرا عن سعادته بنجاح المهمة التي خرج من أجلها، ولم يتوقع عودته منها سالما. في طريق عودته يطير راكان على ارتفاع عال حاملا العشب بمنقاره، سرعته المميزة تكاد تصل إلى 350 ميلا، غير مبال بتلك الأمطار الغزيرة والرياح التي تعصف به من كل جانب وصفير الهواء الصارخ في أذنيه. وهكذا ظل يقاوم بكل قوته حتى بدا كمن يصارع كائنات لا يراها. وطوال رحلته لم يتوقف عن ترديد عبارة كان معلمه يقولها له دائما: كلما ازدادت سرعتك خف وزنك وحملتك الرياح كالسحابة. محاولا أن يطوي المسافات بجناحيه،
كأنما يود أن يصل إلى معلمه قبل فوات الأوان. مع شروق شمس اليوم الجديد يصل راكان أخيرا إلى وكر معلمه. تنزلج قطرات المطر على ريش جناحيه لتسقط مبللة أوراق الشجر أسفل ساقيه. مع هذا لم يشعر بغير تلك الفرحة الغامرة التي سيطرت على كيانه، وهذا القلب النابض شوقا للقاء معلمه وإغاثته من داء الصرع الفتاك. وما لبث أن استقر على جذع الشجرة حتى راح يهمس بصوته اللاهث: لقد عدت أيها المعلم، أحضرت لك العشب كما وعدتك. لكنه لم يتلقى ردا أو صوتا غير هزيم الرعد المتلاحق، ثم السكون المخيف. فيردد ما قاله ظنا منه أن يكون المعلم غافيا أو حتى مغشيا عليه للحظات، فيزداد الصمت غلظة وقسوة، يداهمه خاطر بأن المعلم غير موجود بالوكر، لعله تحسن بعض الشيء وخرج للصيد. هكذا يقول محاولا إقناع نفسه بعكس ما يتوجسه من خطر بدأ يدق جدران صدره بلا رحمة، ويسكن في انتظار عودة معلمه حتى تغافله غفوة من شدة التعب. وعندما يستفيق ليلا لا يسمع صوتا قريبا يهمس برهبة: أيها المعلم، أما رجعت بعد؟ لكن ما من مجيب، فيستبد به القلق ويدفعه إلى الانطلاق بحثا عنه في الأماكن التي كان معلمه يعتاد التردد عليها، لكن بلا فائدة. المعلم. في موطن السرب التفت الصقور بالباز الصغير، راحت تنصت إلى حديثه عن الباز الرمادي العجيب بإعجاب وانبهار. كان يخبرهم عن ذلك الباز الذي استطاع أن يقهر داء العشا، وعن مهاراته غير المألوفة في الطيران، وقدراته المتميزة على المراوغة والكر والفر والصعود والهبوط المفاجئين على ارتفاعات كبيرة وبسرعة لم يبلغها باز قبله. وكيف استطاع الباز الصغير نفسه مراقبة راكان عن بعد ليرى منه ما يبهره كل يوم، ويحاول تقليده في حدود قدراته على مدى أيام وأيام. كان يطير خلالها إلى حيث اعتاد راكان أن يتدرب فوق الجبال الشاهقة ووسط الريح الشديدة والأمطار، غير مبال بما يتعرض له من صعوبات وإصابات، ثم يعود إلى أقرانه من صقور السرب يحدثهم عما رآه، يعرض عليهم بعضا مما تعلمه من مهارات وفنون الطيران، ويقص مغامرة جديدة من مغامرات ذلك الباز الرمادي الذي صار قدوة يحتذى بها بين صقور السرب الأبكار، بل أصبح أسطورة تتغنى صقور السرب ببطولاتها. وما كادت أخبار ذلك الباز الرمادي الأسطورة تبلغ مسامع الباز البني قائد السرب الجديد، حتى أخذته أفكاره إلى ماضي الأيام الخوالي، وخالطه الشك في أن يكون ذلك هو الباز نفسه الذي حاول أن يتخلص منه منذ سنوات. وهكذا بدأت حمى الرهبة والغيرة تتسلل إليه وتتمكن منه، فتملكه قلق من أن يفقد مكانته التي وصل إليها في السرب. عندئذ قرر الباز البني أن يرسل من يتعقب الباز الصغير في طيرانه إلى وكر الباز الأسطورة تمهيدا للتخلص منه مجددا. مرت شهور، كان الحزن يعتصر خلالها صدر راكان دون أن يصل إلى الحقيقة وراء غياب معلمه، ولم يلهه عن حزنه سوى تقرب أبكار السرب إليه وسعيهم الدؤوب إليه وحرصهم على تعلم فنون الطيران الجديدة ومهارات المراوغة دون كلل أو ملل. هكذا صار راكان معلما تقبل عليه طيور السرب كل يوم، حتى ذاع خبره بين طيور الأسراب الأخرى، وبدأت تقبل عليه العشرات بل المئات بل الآلاف من الصقور الأبكار الأخرى. في يوم من أيام القيض الحارقة، بينما الكسل يدب في أواصر طيور السرب، قرر الباز الأب على غير عادته الخروج للصيد بصحبة 2 من صقور السرب في محاولة لتعليمهما فنون الطيران.
وطريقة الاصطياد من الغابة القريبة. وأثناء تحليقهم في السماء هبت عاصفة هوجاء ساخنة كالنار، فحاول تجنبها والهروب منها، لكن ريحها كانت أقوى منهم جميعا. وعلى الرغم من رفرفة أجنحتهم المتلاحقة، لكن الريح اشتدت قوة وقسوة حتى غلبتهم، فخذلتهم أجنحتهم وانهارت قدرتهم على المقاومة، فانجرفوا مع الريح بعيدا وساقتهم إلى أماكن شتى. فاصطدم الباز الأب بساق شجرة شديدة الصلابة وسقط مغشيا عليه، بينما شتتت الريح البازين الآخرين، فتفرق كلاهما عن الآخر. عندما استفاق الباز الأب كان الليل قد أرخى ظلمته على الغابة، وأطلق أشباح الرعب في كل أنحائها، فحاول الطيران الحذر محاذيا الأرض في طريق عودته إلى مقر سربه، لكنه لم يتعلم الطيران الليلي، بل لم يحاول ذلك من قبل. في تلك الأثناء لمحه الصقر الصغير الذي خرج للتدريب على الطيران الليلي، فسعى إلى الاقتراب منه، لولا أن هبت عاصفة هوجاء راحت تجرف معها كل ما كان يعترض طريقها من أشياء أو أجسام، فأفقدت الباز الأب توازنه مرة أخرى وقذفته بعيدا بعيدا، حتى اصطدم بساق شجرة ذات أشواك ناتئة مرة أخرى، لكنه أصيب في هذه المرة واختفى، ففقد الباز الصغير أثره. بعد هدوء العاصفة انصرف الصغير إلى البحث عن الباز الأب، وظل يبحث عنه بحثا مضنيا لفترة غير قليلة حتى أشرقت شمس اليوم الجديد. عندئذ تمكن من رؤيته مغشيا عليه أسفل ساق الشجرة، ولكن في الجهة الخلفية له، فهم بالإقبال عليه، لولا أن ظهر له فجأة مجموعة من العقبان في محاولة للنيل منه، لكنه بادر بالاختباء منها مكتفيا بمراقبتها من بعيد ليراها تقترب من الباز الأب وتحمله بمخالبها صاعدة به إلى عنان السماء. هكذا أدرك الباز الصغير أن الباز الأب قد وقع أسيرا بين مخالب العقبان التي لا تعرف إلى الرحمة سبيلا، وأنه بذلك قد دخل نفقا مظلما لا يعلم كيف الخلاص منه. أذاع الباز الصغير الخبر بين طيور السرب، وقع الباز الأب أسيرا للعقبان. تجمعت طيور السرب بقيادة الأم أمام وكر الباز البني في حالة من الغضب والقلق، محاولين حثه على إنقاذ الباز الأب وتخليصه من الأسر. فما لبث الباز البني أن سمع سيرة العقبان حتى تملكته رهبة، وسيطرت عليه رعشة مفاجئة أفقدته اتزانه، فصاح بهم: لا يستطيع أي صقر من صقور الباز أن يتغلب على العقبان، لكنك قائد السرب الجديد وهذا واجبك. هكذا تخاطبه الأم بعينين دامعتين، إلا أنه لم يلقي لكلماتها بالا، وانصرف عنها مرددا في غير اكتراث: فليذهب زوجك إلى الجحيم، لقد كبر ولا ترجى منه فائدة. ثم طار محلقا في الفضاء يتبعه أتباعه من شرار طيور السرب ضاحكين ساخرين، إذ إن زوال الباز الأب لا يعني سوى استقرار القيادة له إلى الأبد. عندئذ اقترب الباز الصغير من الأم، همس في أذنيها بصوت خفيض: أستطيع مساعدتك، لن أتخلى عنك أبدا. راحت الأم تنظر إليه بعينين حزينتين يملأهما الأمل والدهشة: لكنك ما زلت صغيرا، ليس بوسعك أن تفعل شيئا. يضع سره في أضعف خلقه، هكذا يقول لها بابتسامة واثقة ليدخل البسمة على قلوب المحيطين به، ما عدا الأم التي سكن الحزن صدرها منذ فقدت صغيرها، لكن لم يجانبها اليقين بأنها سوف تراه يوما ما. أضاف الباز الصغير محاولا انتزاع حزنها من محجري عينيها: لن يقدر على إنقاذه وتخليصه من قبضة العقبان غير راكان. من يكون راكان هذا؟ إنه معلمي، باز رمادي نادر، وعلى الرغم من إصابته بداء العشاء فإنه لا يعرف كلمة المستحيل. استطاع أن يحطم كل القيود وأن يحقق ما لم يحققه باز قبله من مهارات. ستدهشين عندما ترينه. تسأله بقلب يستشعر الأمل من جديد: باز رمادي مصاب بداء العشاء؟ نعم، هيا سوف أقودك إليه ولنعرض عليه حاجتنا. تداهم الأم فرحة غامرة وغير متوقعة، تشعر معها بأن قلبها يسبقها إليه
فتضرب الهواء بجناحيها ضربة لم يسبق لها مثلها، لتجد نفسها عالقة في الأفق، بينما الباز الصغير لا يزال وسط أقرانه على الأرض وهم يتابعونها بدهشة واستغراب. في أثناء ذلك يستفيق الباز الأكبر من غفوته ليجد نفسه سجين قفص في مكان جبلي عال، يبدو له كأنه مملكة العقبان، لكنه لا يعلم كيف جيء به إلى هنا، فيصاب بحالة هستيرية. يصيح صياحا متلاحقا: أين أنا؟ من جاء بي إلى هنا؟ حرروني من هذا القفص اللعين. لكن أيا من العقبان لا يهتم لأمره، حتى يصيبه العجز بفيروس الانكسار ويسكنه في سجنه تماما، منتظرا العناية الإلهية أن ترسل إليه الإغاثة لتنتشله مما هو فيه من هم وخوف وكرب. عندما وصل الباز الصغير بصحبة الأم والصغار إلى وكر ركان، لم يجدوه كامنا في مكمنه الذي ألف سكناه مع معلمه. شعرت الأم بشيء من خيبة الأمل والإحباط، لولا أنما إلى مسامعهم صوت عقعقة قادم من مسافة غير بعيدة. قال الباز الصغير بصوت متحفز: ذلك هو ركان، إنه يقترب منا. بعث الحلم في أوصال الأم، فراحت تعبر عن نشوتها بنفش ريشها، تعبيرا عن لهفتها لرؤيته وسريان الأمل في دمائها من جديد. وما كاد ركان يبلغ وكره حتى سمع خشخشة الصغار فوق العشب، فبادرهم بالسؤال: ما الذي أتى بكم الآن؟ هل حان وقت التدريب الجديد؟ لا أيها المعلم، لم يحن الموعد بعد. هكذا قال الباز الصغير، ثم أطرق للحظات، بينما الأم ظلت تتأمل ملامح ركان بدهشة غير مصدقة ما تراه بعينيها. كان مصابا بداء العشا مثلك. هكذا همست محدثة نفسها، وقد استطاع ركان بحاسة السمع القوية عنده أن يفسر حديث الأم مع نفسها، وقد حرص على أن يستمر في حديثه دون ما أن يشعرهم بما سمع. فما الذي جاء بكم الآن؟ أجاب الباز الصغير: جئنا نطلب مساعدتك. وفيما تريدونني أن أساعدكم؟ عندئذ اخترق أذنه صوت الأم وهي تهمس لنفسها: أيعقل ذلك؟ أيكون هو صغيري؟ من تلك الأنثى التي تصحبكم؟ هكذا سأل ركان الباز الصغير. في تلك اللحظة وقعت عينا الأم على الحلقة الحمراء في ساق ركان، فعادت بذاكرتها إلى ما مضى. عندما انتزعت بمنقارها حلقة حمراء كانت مثبتة في ساقها، وأعطتها إلى الباز الأسود قائلة له بابتسامة حزينة: إن وجدته ثبت هذه الحلقة في ساقه. هكذا أعادت لها الذكرى حلمها الضائع، لتخمد ما بها من نار ملتهبة منذ سنوات، وتبعث الأمل إليها بعد طول الفراق. فهمست: أنا أمك، كنت صغيري الذي فقدته منذ سنين طويلة. ثم راحت تدنو منه حتى صارت ملامسة له، ضمته بجناحيها ضمة قوية، ولأول مرة يستشعر ركان هذا الشعور بالدفء، شعور عجيب سرى في كل كيانه سريان الدفء في يوم شتاء شديد البرودة، إحساس لم يذقه قبل الآن. بينما وقف الأبكار يشاهدون ما يحدث بصدور مرتعشة من حرارة هذا اللقاء غير المتوقع، أخذت الأم تقص على ركان قصته منذ ألقي به في غياهب النسيان حتى سقوط والده الباز الأكبر أسيرا في قبضة العقبان. وما كاد حديثها ينتهي حتى خطى ركان خطوتين بعيدا عنها وهو يحدثها بصوت مشروخ من هول الصدمة، قائلا لها بعد شيء من التفكير والتردد: حسنا، سوف أساعدك فيما جئتني من أجله، لكن لا أحد يطلب مني أكثر من ذلك. قالت الأم بعينين دامعتين محاولة أن تضمد جرحا ما زال نازفا: لا تقسو على والدك، كن أكثر تسامحا معه، فهو والدك على كل حال. ربما تداوي الأيام القادمة جراح الماضي النازفة. هكذا أجابها ركان بحزن عميق وعينين شاردتين تماما، وهو يعلم يقينا أن للأب حقا عليه لا بد أن يؤديه مهما كانت الظروف. وراح يفكر في الطريق الذي يمكنه أن يسلكه من أجل إنقاذ الباز الأبي من بين مخالب العقبان،
وعلى الرغم من العهد الذي قطعه على نفسه مع ملك العقبان فإنه قد قرر المضي قدما. خلال بضع ساعات كان أبكار السرب قد تجمعوا بين جناحي ركان يستمعون إلى خطته المحكمة لمهاجمة مملكة العقبان، بينما أعلن الباز البني تمرده على ركان وشرع يخطط من جديد للتخلص منه كما فعل في زمن مضى. أما ركان فقد اختار من بين صفوف الأبكار أشدهم وأكثرهم مهارة على الطيران والقنص والمراوغة، ثم بدأ يدربهم على أساليب القتال ويعدهم بإصرار وجدية حتى يصيروا أكفاء لخوض معركة منتظرة وغير متكافئة مع العقبان بكل ما أوتيت من شراسة وقوة، ويمكنه بذلك الاعتماد عليهم في تنفيذ خطته التي يجب أن تتم بدقة وحذر شديدين درءا للخسائر بين صفوف السرب. القائد. هكذا راح ركان يبثهم الكثير من خبرة اكتسبها بعد مشقة وجهد وعناء، ويدربهم يوما بعد يوم، يعلمهم من فنون القتال ما لم يتعلموه من قبل، يمدهم بمعلومات مستفيضة عن العقبان وعادات العقبان ونقاط القوة والضعف لديها، حتى بدأ يشعر بأن صقور السرب قد استوعبت خطته تمام الاستيعاب، وأنها قد صارت جاهزة تماما لخوض المعركة وتنفيذ المهمة. في أثناء ذلك كان الحقد يلهب صدر الباز البني وتأكل الغيرة أحشاءه، إذ تملكه الشعور بأن عرشه الذي ظل يبني لبلوغه قد بدأ يهتز وأوشك على الانهيار، وأن مملكته التي طالما بذل كل ما لديه من أساليب وحيل للسيطرة عليها هي الأخرى قد أضحت في مهب الريح. ومن كان السبب في ذلك إنه هو ركان، ذلك الباز الأعشى الذي ظهر له فجأة من عالم الظلمة كأنما هبط عليه من السماء ليخلعه مما صار إليه من عزة وسيطرة، ويثير ضده صقور السرب واحدا تلو الآخر، بل ويقودهم في مهمة شاقة طالما حاول هو الهرب من أتونها مهاجمة العقبان. يا لها من مهمة مخيفة! هكذا كان يهمس لنفسه دائما، لكنه لم يصرخ بذلك قط حتى لأعوانه ومساعديه، فهي مواجهة خاسرة في تقديره، ولا يقدر عليها أعتى صقور الباز وأشدها قوة، فكيف لهذا الباز الرمادي المغرور أن يلقي بنفسه وبطيور السرب في قلب ذلك الأتون الرهيب؟ لهذا السبب أعلن الباز البني هروبه خشية مواجهة العقبان بكل قوتها وجبروتها، فكيف يستطيع ركان إلى تلك المواجهة سبيلا؟ هذا أمر لا يجب أن يتم. يقول باز من أتباعه بنظرات تطلق حمما: مرنا تجدنا رهن أمرك أيها القائد. ينظر إليه الباز البني متفكرا، ثم يقترب من باز آخر يشبهه، يهمس في أذنيه بكلمات لا يسمعها غيره، ولا يكاد ينتهي حتى يرتفع معاونه في السماء لتنفيذ المهمة التي أمره قائده بتنفيذها بصورة عاجلة. في اليوم المقرر لتنفيذ المهمة انطلقت صقور السرب الأبكار كسحابة كثيفة تحجب أشعة الشمس المزدهرة، كانت تشكل صفوفا منتظمة في طيرانها، بينما كان يقودهم ركان إلى هناك بإصرار عنيد باتجاه مملكة العقبان، تمهيدا لخوض معركة من أجل تحرير الأب وفك أسره من قبضة العقبان. عند بلوغهم منتصف الطريق أشار إليهم ركان بجناحيه، فانشق فوج جهة المشرق وانشق فوج آخر جهة المغرب، بينما ظل فوج في المؤخرة يشكل جدارا واقيا يتقدمهم ركان على رأس الفوج الذي يتولى مهمة الهجوم، ليصبح في مقدمتهم محاطا باثنين من أسرع مساعديه، إذ كانت مقدمة السرب تضم نخبة من أمهر الصقور القرانيس المدربة على أعلى مستوى لخوض معركة خطيرة مثل تلك المعركة. من جهة أخرى انشقت مجموعة من القرانيس الصائدين عن مقدمة السرب فجأة، وراحت تحلق في السماء صعودا وهبوطا تقترب من الأرض حتى تنقض على فرائسها الجامحة في الصحراء، وترجع محملة بها للالتحام بمقدمة السرب مرة أخرى. كانت مهمة تلك المجموعة اقتناص الفرائس السمينة وحملها إلى مملكة العقبان لاستعمالها كطعم يجذب العقبان إلى حيث خطط لهم ركان.
كانت الثورة المتأججة في قلب الباز البني تلتهم صدره كما تأكل النيران أكلها بشراهة، حتى دفعه الغضب المضرم في أحشائه إلى الوشاية لدى ملك العقبان بعزم راكان على مهاجمة مملكتهم. لم يصدق الملك ذلك في البداية، إذ ثمة عهد بينه وبين راكان بعدم العودة إليهم، لذا غضب غضبا لم يغضبه من قبل. ولولا الإصرار الذي لمسه في رسالة الباز البني إليه وحنكته في إدارة شؤون مملكته لما اضطر إلى عقد اجتماع طارئ لوضع خطة مواجهة دفاعا عن مملكته المنيعة. اقتربت مقدمة السرب بقيادة راكان من مملكة العقبان بحذر وتوجس. عندئذ انفصل راكان عنهم وانطلق بصحبة مساعديه بسرعة قصوى، حلقوا فوق مملكة العقبان بمهارة عالية، كأنهم يستعرضون قوتهم أو يستطلعون ويرصدون مواضع الأمن على حدود مملكة العقبان. كانت تلك مهمة خطيرة لا يقدر عليها إلا الصقور الأكثر مهارة وقوة، لذا أراد راكان أن يقوم بها بنفسه وبصحبته خيرة مساعديه من صقور السرب المدربة على أعلى مستوى في السرب، وأهمها القدرة على الفرار السريع عندما يعطيهم الأمر بذلك. كانت خطته أن يظهروا أنفسهم للعقابين الحارسين ثم يستدرجوهما بعيدا بعيدا تمهيدا لفتح ثغرة تسمح للمقدمة الرئيسية باقتحام المملكة بقوة، لكنه أرجأ تنفيذ الخطة للفجر. هكذا مضى النهار بطوله حتى ولج الليل بسطوته ومهابته. أصدر راكان أوامره للسرب بالراحة حتى إشراقة فجر يوم جديد، إذ أن عنصر المداهمة من أهم أسباب النصر على العدو. هكذا علمه معلمه حين قال له يوما ما: المباغتة من أهم أسباب قهر العدو، إذ تشل حركته وتربكه فيختل توازنه وتماسكه. تلك القاعدة التي آمن بها راكان، بل وعلمها تلاميذه من صقور السرب، وزاد عليها من عنده: لا بد لكي تحدث المباغتة الهدف المرجو منها أن توجه ضربة أولى أشد قوة تزلزل العدو وتربك صفوفه، بذلك فقط يستطيع الباز أن يحقق النصر المفاجئ مهما كانت القوة المواجهة له. فالعبرة بالفكر المنظم والتزام السرب بالأوامر التي تقود إلى نصر مؤكد. استشعر العقابان الحارسان حركة غريبة على حدود المملكة. أطل أحدهما من فوق صخرة عالية ليرصد صقور الفوج الأول حاملة صيدها السمين وهي تطير محلقة على مسافة غير قريبة أسفل مملكة العقبان، فصاح: أرى العدو قادما. أطل قائده مستكشفا من بعيد، ثم اتجه في حينه ليخبر ملك العقبان. وما لبث أن سمع الملك ذلك حتى أمره بحزن عميق وغضب يفرضه واجبه في حماية مملكته. لقد صدقت الوشاية إذن، ولكره الخيانة يجب علينا أن نخوض المعركة دفاعا عن مملكتنا. هيا أيها القائد أرقط، نفذ الأوامر. هكذا أصدر أمره بالبدء في مهاجمة صقور الفوج الأول والاستيلاء على صيدها السمين. لم يكن انقياد حارسي المملكة الأصلعين لطعم راكان سوى إمعان منهما في تنفيذ خطة ملك العقبان لاستدراج جيش راكان إلى قلب المملكة ومحاصرته وسط الجبال المنيعة تمهيدا للانقضاض عليه وتلقينه درسا لا ينسى. لم يفطن راكان إلى تلك الوشاية رغم سهولة انقياد العقابين الحارسين وتركهما مواقع حراستيهما طواعية، ما أغرى راكان على اقتحام المملكة. مع إشراقة الشمس اليوم الجديد بدأ السرب في التحرك الحذر، حين اتخذ كل فوج مكانه في ميدان المعركة، بينما انطلق راكان على رأس مساعديه لاستفزاز العقابين الأصلعين حارسي مملكة العقبان. وقد ظهر راكان مرفرفا فوقهما لإثارتهما بظهوره المفاجئ، بينما تبعه المساعدان في عملية الظهور المشاكس. استشعر الأصلعان حركة غير عادية على حدود مملكتهما، فأطل أحدهما من فوق صخرة عالية ليرى 3 من صقور الباز أثناء تحليقهما بصورة مستفزة بالقرب من سماء المملكة. فصاح محدثا زميله بنوبة الحراسة: إنهم يقتربون من مملكتنا. فانطلقا في أثرهم بأقصى سرعة ممكنة لإيهامهم بأنهما قد ابتلعا الطعم. لما تأكد راكان من نجاح خطته انحرف بحركة مفاجئة هابطا جهة الأرض بسرعة قصوى، بحيث لا يستطيع أي من العقابين اللحاق به.
بينما انحرف أحد مساعديه جهة المغرب وانحرف الآخر جهة المشرق. شعر العقابان الحارسان بالتشتت للحظات، فانحرف أحدهما متتبعا الباز المتجهة إلى الغرب، وانحرف العقاب الآخر ليتتبع الباز المتجهة جهة المشرق، وشرع البازان يناورانهما بمهارة فائقة. أثار ذلك حنق العقابين العاجزين عن اللحاق بهما، وأغضبهما بشدة لدرجة أن الغضب قد أفقدهما التركيز وأنساهما تنفيذ الخطة التي وضعها الملك. ثم عاد ركان للالتحام بمقدمة السرب، وأعطى أوامره للصقور حاملة الطعم بالتقدم إلى قلب المملكة لجذب سائر العقبان واستدراجها إلى الفضاء الواسع. أراد بذلك أن يوسع الثغرة التي أحدثها تمهيدا لفتح الطريق أمام الجناحين للهجوم على مملكة العقبان وتحرير الباز الأبي من الأسر. قبل البدء في المعركة خرج فوج آخر من العقبان تنفيذا لخطة الملك وإمعانا في إيهام السرب بابتلاعهم الطعم، فأمر ركان بعض صقور المقدمة بالتعامل مع فوج العقبان ومحاولة استدراجهم للطيران على مسافة قريبة من الأرض. فانطلقت الصقور ببراعة وأطلقت العنان لأجنحتها مبتعدة عن العقبان مقتربة من الأرض شيئا فشيئا، بينما العقبان يلاحقونها بإصرار عنيد. في تلك اللحظات الحاسمة نما إلى مسامع ركان صوت جناحين مرفرفين على مسافة شديدة القرب منه، فخشي أن يكون ذلك عقاب من العقبان، وأبدى استعداده لمهاجمته ومناورته لولا أن اشتم رائحة محببة إليه. لم يصدق حاستي السمع والشم عنده، لكن رجفة قوية في قلبه تهفو شوقا إلى ذلك الصوت الحبيب الذي يبدو خارجا توا من عين الشمس الحمئة، حتى ظن أنه من وحي الخيال أو بسبب رغبته المحمومة في أن يشاركه معلمه تلك اللحظات الحرجة. لكنه سمع صوته كأنه يناديه: ركان، ما هذا الصوت؟ إنه هو إذن. هكذا حدث ركان نفسه بدهشة، ثم راح يقترب من مصدر الصوت مستشعرا رحيق أنفاس معلمه، هامسا بأمل كبير في اللقاء بعد الغياب. أين كنت أيها المعلم؟ لقد بحثت عنك في كل مكان. أرسل المعلم ضحكة وهو يحدثه قائلا: سأخبرك فيما بعد. كاد قلب ركان يقفز من صدره لاحتضانه. قال المعلم بلهجة لائمة: لم أتوقع أن أجدك هكذا. لا أفهم، أعني القتال. لم يا صغيري؟ أنا لم أعلمك سوى السلام مع نفسك والآخرين. القتال آخر ما تلجأ إليه للدفاع عن نفسك أو عن عقيدتك أو عن عزيز عندك. هزت الكلمات صدر ركان بقوة، فدمعت عيناه وهو يهمس بصوت خالطه البكاء: لكنك علمتني أن للضرورة أحكاما. اقترب منه المعلم حتى صار يلامسه بجناحه. نعم، لكن ما الضرورة فيما أنت فيه الآن؟ شرع ركان يسرد عليه قصته مع الأيام منذ أن تركه للمجيء إلى مملكة العقبان حتى التقى أمه، ولم ينس أن يقص عليه قصة وقوع الأبي في الأسر. فقال له المعلم بألم دفين: قصة مؤثرة فعلا. نحن قوم نحفظ عهودنا إذا ما عاهدنا. لا أفهمك أيها المعلم. لقد عاهدت ملك العقبان بعدم العودة إليه غازيا، وها أنت ذا ترجع إليه غازيا، فأين أنت من عهدك معه؟ عندئذ شعر ركان بالخزي للحظات ونكس رأسه في خجل وصمت. كان في حاجة إلى من يوقظه من غفلته فعلا. أدرك المعلم أن تلميذه لن يتمكن من الرجوع، لكنه يصر على تصحيح الوضع. قال له: لا وقت للمحاسبة الآن، والرأي عندي أن تدخل لمقابلة ملك العقبان بنفسك، واتركني هنا مع السرب حاميا ظهرك. همس ركان بعد لحظات من التفكير: حسنا أيها المعلم، يبدو أنه لم يعد أمامي سوى ذلك الخيار. أخبره بالقصة من بدايتها لعله يفهم المغزى. يقول له المعلم ذلك بتأثر شديد، ثم يضمه بجناحيه ضمة حانية كأنما يبث فيه من طاقته قوة ونورا، ثم يتركه لمواجهة مصيره. هكذا بدأ ركان في خوض مخاطرة جديدة. راح يرتفع في السماء عاليا مبتعدا عن السرب شيئا فشيئا حتى غاب عن دائرة رؤيتهم له، ثم ألقى بنفسه داخل المملكة كما يلقى الحجر من السماء، فتخطى كل الحواجز في طريقه حتى هبط فجأة في قلب المملكة، فأدركته مجموعة من العقبان وشرعت تحاصره من كل جانب.
بينما وقف ركان مستكينا مستسلما يقول بصوت ثابت: أرغب في مقابلة ملككم. تبادلت العقبان نظرات الدهشة، ثم أرسل أحدها في استدعاء القائد أرقط قائد حراس المملكة. ولم يمض من الوقت كثير حين حضر أرقط في كامل قوته وغطرسته. راح يدور حول ركان وهو يتأمله بدهشة ويقول في سخرية: ألست الباز نفسه الذي حاول اقتحام مملكتنا قبل الآن؟ أجابه ركان بهدوء وثبات: كما ترى أنا الباز الأعشى ذاته، لا حول لي ولا قوة. تناوش صورة ركان رأس أرقط ويسأله: فما الذي أتى بك مرة أخرى؟ ثم يسكت للحظات مستشعرا أمرا خطيرا ويضيف: ألم يحذرك ملكنا من العودة؟ بلى هو ذلك. هكذا أجابه ركان بهدوء، ثم راح يضيف: وما أعادني إليكم سوى أمر أشد خطورة عن ذي قبل. ويقول بدهجة حاسمة: هيا أيها القائد أرقط، خذني إلى الملك. لم يجد القائد أرقط أمام إصرار ركان غير أن يقوده في صمت إلى ملك العقبان. قال الملك بغضب: ألم أحذرك أيها الباز من العودة إلى مملكتنا؟ قال ركان: بلى. ثم التزم الصمت: لكنك جئت غازيا هذه المرة. هكذا يقول الملك بدهشة، فيجيبه ركان بالثبات نفسه: لكني أقف أمامكم بنفسي. ثم توقف للحظات عن الكلام وأضاف قائلا: أنا لا أخالف عهدي. أطلق الملك ضحكة مخيفة حتى كاد الجبل يهتز من قوتها، ثم قال معقبا: أمرك عجيب أيها الباز، هل لا شرحت لي ذلك؟ قال ركان: جئتك متوسلا أيها الملك. فيما التوسل أيها الباز؟ الباز الأسير لديكم. أتقصد ذلك الباز العجوز؟ نعم، لقد جئت من أجله. وما شأنك أنت به؟ أطرق ركان للحظات، فرت من عينيه بعض القطرات الممزوجة بآه الألم، ثم همس بصوت متحشرج: إن سمح لي الملك سأقص حكايتي. ما زالت الدهشة تملأ عيني ملك العقبان، لكن رغبة ملحة في معرفة حقيقة الأمر تعبث بكيانه كله. فأمر القائد أرقط بإحضار الباز العجوز إليه داخل قفصه المعدني. مضى الوقت شوكة في جسد ركان، لكنه أصر على إنفاذ الوعد وتحقيق الهدف. سرى في أوصاله شوق عجيب للقاء أبيه الباز الأكبر، ذلك الأب الذي نبذه ذات يوم بعيد لا لشيء سوى إعاقة ألمت بصغيره ركان بسبب ارتطام بيضته بالأرض. وكان أولى بالباز الأب أن يحسن رعايته وتنشئته وتربيته، لكن ما حدث غير ذلك. كان السؤال يرتطم برأس ركان بقوة: لما فعلت ذلك بي يا أبي؟ لكنه عرف من معلمه كيف يسمو بنفسه فوق الصغائر، وتعلم كذلك ما كان الباز الأب سيعجز عن تعليمه إياه. لذا كانت إعاقته هي نفسها عين الرحمة والعناية الإلهية به، وسببا لسموه ونموه وتقدمه وارتقائه، حتى تفوق على كل صقور سربه في القوة والخبرة والقدرة على الطيران. هكذا صنعت الإعاقة من ركان بطلا عظيما، بدلا من أن تجعل منه مستسلما خانعا عاجزا، وكأن القدر قد أراد له أن يصير رمزا لقهر المستحيل. ولولا أن التقى بمعلمه الذي منحه كل ما لديه من خبرات وقدرات ومهارات، وعلمه أن يقهر الإعاقة وأن يصنع منها وقودا لبلوغ المستحيل، لظل ركان عاجزا بلا حول ولا قوة. كانت تلك بعض الأفكار التي دارت برأس ركان وهو واقف في انتظار لقائه بالباز الأب. وها هو ذا ركان نفسه قد جاء مخاطرا بحياته من أجل إغاثة أبيه. هذا ما وعد به السر، أن يخلص الباز الأب من الأسر مهما كان الثمن، ولا بد من ذلك. هكذا هو إن أراد شيئا لا يرجع عنه أو يموت دونه. بعد وقت غير قليل عاد القائد أرقط، يتبعه عقابان قويان يجرجران القفص المعدني الذي يقل الباز الأب. راح الباز الأب ينظر إلى المحيطين به بعينين واهنتين وجسد هزيل، إذ لم يتناول الطعام منذ وقع أسيرا في مملكة العقبان، حتى ثبتت عيناه على ركان ذلك الباز المدهش. الواقف في مواجهة ملك العقبان بعزة وكبرياء لم يصدق الأب عينيه حينئذ، إذ كيف لباز أن يبلغ مملكة العقبان دون أن يقع فريسة مثل ما حدث له، وهو الباز الأكبر الذي كان قائدا لسربه منذ سنوات.
أمره عجيب هذا الباز الرمادي. هكذا همس الباز الأب لنفسه، ولم يدرك أن ذلك الباز أعشى، بل لم يشعر تجاهه بعطف الأبوة مثل ما حدث للأنثى الأم. همس ملك العقبان للعقابين الحارسين: أخرجاه من قيده وقرباه إليه. نفذ العقابان أمر الملك. سأل الملك الباز الأب الماثل أمامه في انكسار وهو يشير بجناحه إلى ركان: هل تعرف ذلك الباز الرمادي؟ التفت الباز الأب إلى ركان الواقف عن يمينه بعينين زائغتين وهو بالكاد يراه من شدة الضعف والهزال. لا أيها الملك، تلك هي المرة الأولى التي أراه فيها. هز الملك رأسه آسفا، وعادت به الذكرى إلى ما مضى، حين نضج صغيره العقاب القوي والذي كان يأمل أن يصير خلفا له، لكنه فوجئ بهروبه من المملكة ذات يوم لسبب مجهول، ولم يعد منذ تلك اللحظة. لقد قدم الملك لصغيره ما لم يقدمه غيره لصغيره، لكن الصغير قد عق أباه وهرب من مملكته. قال الملك بحنق مخاطبا الباز الأب: إن مثلك لا يستحق الحياة. ثم أطرق للحظات، أضاف بعدها: انظر جيدا إلى ركان، أخبرني بما تحس نحوه. سرت حمى التوتر والقلق في جسد الباز الأب الذي عجز حتى عن إدراك ملامح ركان، وكيف يدركه وهو لم يحس به أصلا. لولا هذا الباز الأعشى لما رحمتك أيها الباز العجوز. هكذا قال له الملك بصوت محتقن بالغيظ. استلفتت كلمة الباز الأعشى انتباه الباز الأب، فعادت به إلى سنوات مضت، حين فقست البيضة وأخرجت من جوفها صغيرا أعشى. لكن أيعقل ذلك؟ أيكون هو؟ هكذا راح يسأل نفسه في صمت، لكنه يعلم أن صغيره قد قضى منذ زمن بعيد. لا أيها الملك، هذا أمر لا يمكن فهمه. أدرك ملك العقبان ما يدور برأس الباز الأب، فقال مؤكدا له: نعم أيها الباز العجوز، إنه هو صغيرك الذي حاولت التخلص منه، ها هو ذا أمامك، وقد جاءنا اليوم لإنقاذك من قبضتنا. أحس الباز الأب برعشة تسري في جسده، تملكته قشعريرة غريبة، فراح ينتفض على أثرها. إذ كيف يحدث كل ذلك؟ هذا أمر لا يمكن تصديقه. أخذ يدقق النظر في ملامح ركان. إنه يشبه صغيره فعلا، لكنه لا يشعر تجاهه بمشاعر الأبوة. يقول الملك: تمنيت أن يكون لي صغير مثل ركان، عدني أن تعوضه عما فاته من فقد وحرمان بسبب غطرستك أيها الباز العجوز. هز الباز الأب رأسه إنفاذا للوعد، بينما ترتسم الدهشة في عينيه بقوة. التفت الملك إلى ركان هامسا: وأنت يا ركان، عدني أن تعود لزيارتي ضيفا وصديقا. لم يتمكن ركان من كبت تلك العبرات التي شرعت تنزلج من عينيه. أعدك أيها الملك، هيا خذ أباك وارحل إلى سربك. عندئذ اقترب ركان من الملك بتلطف، ضمه بجناحيه ضمة أشعرته بذلك الحنين وتلك الحميمية، ثم ضرب الهواء بجناحيه ضربة قوية ليرتفع عاليا، بينما تبعه الباز الأب غير مصدق ما يدور حوله. هكذا تم تحريره من الأسر وعاد إلى سربه من جديد. لم يكد الحال يستقر بالصقور في مقر السرب، حتى شرعت الأنثى الأم تتعقب الباز البنية محاولة أن تفضح أمره، وقد ساعدها أبكار السرب على ذلك لما يضمرونه له من كراهية دفينة، مطالبين بعمل محاكمة عاجلة للباز البني على خيانته وتنصيب ركان قائدا جديدا للسرب. لكن الباز البني لا يمهلهم، فقرر الهروب من مقر السرب بصحبة أتباعه ممن عاونوه من طيور السرب. وعلى الرغم من ذلك انعقدت المحاكمة، وانتهت بالحكم على الخائنين بالنفي من السرب. أما ركان فلم يهتم بأمر السرب وما يجري في مقره من أحداث، بل لم يفكر في العودة مرة أخرى، وما لبث أن اطمأن على أبويه حتى هم بالرحيل، لولا أن اصطفت صقور السرب متشابكة في مواجهته لمنعه من الرحيل، لكنه أصر على أن يواجههم قائلا بصوت متحشرج: بدأت وحيدا وسأكمل وحيدا. ثم احتضن الأم بجناحين حانيين. عندئذ وقف الباز الأب في مواجهته هامسا بنبرة آسفة: لا تتركني، أنا في احتياج إليك الآن. أخذ ركان ينظر إليه بثبات، ثم همس بإصرار مؤدب: لم يعد الأمر باستطاعتي. لما؟
لدي مهام أكبر يجب علي إنجازها. أي مهام تلك؟ أنا معلم الآن، تلك رسالة الجديدة في الحياة. لم يجد الباز الأب حيال ذلك ما يرده به من الكلمات المعبرة، فآثر الصمت. أضاف ركان قائلا: عندما تحتاجني ستجدني قريبا منك. ثم رحل إلى حيث كان ينتظره عالم جديد، بينما تبعه الطموحون من صقور السرب الأبكار. حين عودته إلى وكره الذي كان يعيش فيه، وجد المعلم في انتظاره، فأمر أبكار السرب بالتدرب على الطيران التصاعدي، ثم اتجه إلى معلمه. قال له المعلم بابتسامة: أتدري يا صغيري سبب غيابي عنك؟ لا، دعني أخبرك بذلك. بدا صوته أكثر حدة وفتوة عن ذي قبل. عندما يكبر الصقر ويفقد ما لديه من قوة، يجب عليه أن يعتكف لفترة يستطيع خلالها أن يجدد نفسه. هذا ما فعلته، فعدت إليك أقوى مما كنت. ثم أطرق للحظات وأضاف بعدها: ذلك هو الدرس الأخير الذي أعلمك إياه قبل الانتقال إلى عالمنا الجديد. عالمنا الجديد؟ ماذا يعني ذلك؟ اقترب منه المعلم بحنو قائلا: اسمعني جيدا يا ركان، لقد سعدت أنك تلميذي طوال السنوات الماضية، لكنك صرت مؤهلا الآن. أنت الآن أفضل من معلمك. ثم ضمه ضمة قوية. همس ركان: لولاك سببا ما كنت أنا ركان، الشكر لك. ثم راح يلامسه بجناحه عرفانا بالجميل. قال المعلم: حان الوقت لإخبارك بسر كبير. أي سر تقصد أيها المعلم؟ اعلم أن التعلم ليس له نهاية. هناك من هم أعلم مني وأقدر مني ومنك، لكنهم يعيشون في عالم أسمى من عالمنا هذا، عالم جديد. هل هو عالم جديد غير عالمنا الذي نعيش فيه؟ نعم، عالم أكثر نبلا، أكثر سموا. عالم جديد يسكن قلبك وتسكنه. عالم جديد أبدي، حيث لا يوجد ظلم، حيث لا يوجد حزن، حيث لا يوجد جوع أو فقر أو هم. عالم بلا ضغائن ولا أحقاد ولا آلام. عالم جديد بلا ليل، لا يزول عنه النور، حيث لا حدود ولا قيود تحكمنا. عالم فسيح بلا أوطان. عالم صنع من سلام. قد حان وقت انتقالك إليه. أنت جدير به من الآن. كانت تلك الكلمات بمثابة طاقة نور تفجرت فجأة في قلب ركان وعينيه المظلمتين، فلم يكد يصدق أو يستوعب ذلك في البداية، لكنه لم يعتد من معلمه سوى الصدق، لذا كان عليه أن يقنع نفسه بما يسمع. لكن ثمة أمر ما زال يقلقه. سأل معلمه وهو يشير إلى أبكار السرب المحلقين حولهما: لكني وعدت هؤلاء الأبكار بألا أتخلى عنهم. لا تقلق بشأنهم، ستأتي إليهم لتدربهم كل يوم، ثم تعود إلى عالمك، وحين تجد منهم من يستحق فعليك أن تصطحبه معك إلى هناك. وأنت أيها المعلم؟ هكذا سأله ركان بحب حقيقي. لا تقلق بشأني. ثم ضرب بجناحيه الهواء ضربة لم يرى ركان مثلها من قبل، ترفعه في السماء عاليا وهو يردد: الحق بي. يلحق به ركان، ولكن بصعوبة هذه المرة، حتى يصبح موازيا له في طيرانه المختلف عن كل مرة رآه فيها. هكذا يطيران طيرانا رأسيا متوازيا كجناحي طائرة أثناء ارتفاعها، مخترقة مجالها الجوي حتى يذوبا مع أشعة الشمس الحمراء فلا يبدو لهما أثر.